السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا طلاب أولى ثانوي في مصر كلها. المحاضرة ديك سواء ذاكرت عربي أو ما ذاكرتش، تعرف حاجة أو لأ، هتلملك بإذن الله كل حاجة. يعني هتدخل امتحان الشهر تقفله، فركز معايا وكوباية الشاي الجميلة بتاعتك ويلا بينا نبدأ نعرف مقرر مراجعة الشهر الأولاني بتاعنا. عندنا حبيبنا نبدأ بأول فرع اللي هو فرع اللغة العربية، فرع فاكهة اللغة العربية اللي هو النحو. تعالى كده نعرف ايه أول جزئية عندنا في أولى ثانوي. عندنا حبيبنا بكل بساطة الأفعال الناقصة في مقرر النحو. الأفعال الناقصة دي حبايبنا عبارة عن حاجتين، عبارة عن أول درس اسمه كان وأخواتها، والدرس الثاني اسمه كاد وأخواتها. نتكلم النهارده دلوقتي عن أول درس اللي هو كان وأخواتها. يعني إيه يا حبايبنا كان وأخواتها؟ بكل بساطة كان وأخواتها أفعال، جميل جدا، ناقصة ناسخة. بتعمل إيه؟ تدخل، جميل قوي، على الجملة الاسمية. طب بتعمل إيه في الجملة الاسمية يا حبايبنا؟ قال تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني الكلام ده حبيبنا، قبل ما نقول الكلام ده تعال الأول نعرف هي إيه أخوات كان. عندنا أخوات كان، عندنا كان وأصبح وأمسى وأضحى وصار وظل وبات وليس. وعندنا ما دام، ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك. دولك بنقول عليهم يا حبايبنا أخوات كان. كان، أصبح، أمسى، أضحى، صار، ظل، بات، ليس، ما دام، ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك. تعالى كده بكل بساطة نركز على أهم الأجزاء. لو جالي في الامتحان قبل ما نخش على أي حاجة ما دام حدد نوع ما، هقول عليها مصدرية ظرفية، جميل قوي. طب لو جه قال لي حدد نوع ما في ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، هقول له في الأربعة دول بقول عليهم ما نافية. دي أول حاجة. تاني حاجة عندنا ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك بمعنى الاستمرار. بمعنى يا حبايبنا الاستمرار. وعندنا ما دام اللي هي بيان المدة. جميل قوي. تعالى بقى نفسر الكلام اللي احنا قلناه. بنقول كان اخواتها افعال. افعال ايه؟ ناقصة. جميل. ناسخ. يعني ايه افعال ناقصة ناسخة يا حبايبنا؟ فعل ناقص يعني محتاج لخبر علشان يتمم معنى الجملة. مش فاهم؟ اديني مثال. تعالى اديك مثال. لما اقول الفلاح نشيطا، جميل، نشيطا ولا نشيط؟ قال لي لا، خلي بالك، هقول هنا يا حبايبنا الفلاح نشيط، جميل جدا. دي جملة ايه؟ قال لي دي جملة اسمية. حلو. الجملة ستتكون من ايه؟ مبتدأ وخبر. يبقى عندي الفلاح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل قوي. نشيط قال لي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جميل قوي. لو جيت قلت لك دخل لي فعل ناقص على الجملة دي، هتقول لي ايه؟ هتقول لي بكل بساطة أصبح، صح كده؟ الفلاح، أيوة كمل كده، نشيطا. إيه ده؟ تعال ركز معايا، تعال ركز معايا. لما نيجي نعرب، أنا عندي أصبح فعل ماض ناقص. طب أنا عرفت منين اللي ده فعل ناقص؟ قال علشان محتاج لخبر يتمم معنى الجملة. وأنا قلت أصبح الفلاح، فهمت حاجة؟ لأ. قال أصبح الفلاح ماله نشيطا، يبقى محتاج لخبر علشان يتمم معنى الجملة، فبقول عليه فعل ناقص. جميل قوي. بقول عليه فعل ماضي ناقص ناسخ. يعني ناسخ. النسخ يا حبايبنا في اللغة، النسخ بمعنى التغيير. النسخ بمعنى ايه؟ التغيير. يعني ايه؟ يعني ايه فعل ناسخ؟ عايزين نفهم بقى. قال يا مستر هو الخبر في الاساس في الجملة الاسمية كان خبر ماله؟ قال كان خبر مرفوع. طب لما دخل على كان اخواتها بقى خبر ماله؟ قال لي بقى خبر منصوب، علشان كده سميته فعل ناسخ.
اللي هو بيغير حكم الخبر من الرفع فبيخليه منصوب، فعشان كده بقول عليه ناسخ. يبقى انا عندي هنا اصبح فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. مين اللي اصبح؟ الفلاح. يبقى الفلاح اسم اصبح ماله مرفوع وعلامه رفعه الضمه. الله ينور عليك. اصبح الفلاح ماله نشيطا، يبقى نشيطا خبر ايه؟ خبر اصبح. ايوه ماله منصوب وعلامه نصبه الفتح. يبقى اول جزئيه يا حبايبنا لازم نعرفها ان الفعل الناقص هو الفعل الذي يحتاج الى خبر ليتمم معنى الجمله. الله ينور عليك. يعني كان اخواتها مستر بيكون لها اسم مرفوع وخبر منصوب. طب جميل، تعالى كده لما اجي اقول اصبحت البنت من المتفوقات، واجي اقول البنت اصبحت من المتفوقات، واجي يقول لي كن مؤدبا، واجي اقول اصبحتي من المتفوقات. ويجي لي يا حبايبنا في الاربع امثله دول ويقول لي حدد اسم الفعل الناقص. اقول له سهله، تعال اصبحت البنت من المتفوقات. اوعى تقول لي التاء هنا اسم اصبح. ليه؟ قال لي اصبح فعل ماضي ناقص ناسخ مبني على الفتح. اصبحت، هي مين اللي اصبحت؟ البنت. يبقى البنت هنا اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه، وهنا بقول عليه اسم ظاهر. امال التاء دي تاء ايه؟ قال لي التاء هنا اسمها تاء تانيث. تاء يا حبايبنا تانيث، حرف لا محل له من الاعراب. من حرف جر. المتفوقات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل نصب خبر أصبح. يبقى هنا اسم أصبح قال لي اسم ظاهر. الله ينور عليك. تعال البنت أصبحت من المتفوقات، قال بدأ بها الجملة يبقى البنت مبتدأ. جميل. أصبحت يبقى أصبح فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح. حلو. في الاسم أصبح. اوعى تقول لي التاء. أصبحت، هي مين اللي أصبحت؟ البنت. يبقى هنا اسم أصبح ماله ضمير مستتر تقديره هي، عائد على البنت. أمال التاء دي إيه؟ قال لي التاء هنا تاء تأنيث حرف لا محل له من الإعراب. نفس الكلام من حرف جر. المتفوقات اسم مجرور شبه الجملة خبر أصبح. تمام. يبقى هنا اسم كان أخواتها ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون ضمير مستتر. ضمير ايه يا حبايبنا؟ ضمير مستتر. طب ده مبتدا، فين الخبر؟ قال الجمله الفعليه خبر. تمام. كن مؤدبا. كن، قال لي كن ده فعل امر. الله ينور عليك. واي فعل امر يكون مبني اخره صحيح مبني على السكون. لما يقول لي فين اسم كان، اوعى تقول لي مؤدبا الله يرضى عنك. انا عندي اصل الكلام كن انت. يبقى هنا اسم كان او اسم كن ضمير مستتر تقديره ايه؟ قال تقديره انت. امال مؤدبا قال لي خبر كان منصوب. خبر كان يا حبايبنا منصوب. الله ينور عليكم. تعال المثال اللي بعديه. اصبحتي من المتفوقات. يبقى هنا اصبح فعل ماض ناقص لناقص. قال لي علشان محتاج خبر. من اصبحتي ايه؟ يبقى لما يكون محتاج خبر، الفعل محتاج خبر ليتمم معنى الجمله، قول لي عليه فعل ناقص. جميل. وده خلي بالك مبني على السكون لاتصاله بالتاء، والتاء هنا ضمير مش تاء تانيث. اصبحتي، مين اللي اصبحت؟ اصبحتي انت. يبقى التاء هنا بقول عليه ضمير متصل مبني في محل رفع اسم اصبح. اسم يا حبايبنا اصبح. يبقى اسم كان واخواتها ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون ضمير مستتر، ممكن يكون ضمير متصل. نفس الكلام من حرف جر. المتفوقات اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل نصب خبر أصبح. يبقى هنا اسم الفعل الناقص حبايبنا ممكن يكون اسم ظاهر، ممكن يكون ضمير مستتر، ممكن يكون ضمير متصل، وممكن يكون مصدر مؤول. بس مش عليكم، مصدر مؤول هو أن زائد المضارع. جميل. طب دي أول جزئية اللي احنا عرفنا اسم كان واخواتها بيجي على كام شكل. طب تعال نتكلم عن خبر
كان وأخواتها. عندي خبر كان وأخواتها حبايبنا ممكن يكون مفرد، ممكن يكون جملة، ممكن يكون شبه جملة. جميل أوي. لما نيجي نتكلم عن الخبر المفرد، الخبر المفرد كلمة واحدة ليس جملة ولا شبه جملة، زي لما لسه قايلين دلوقتي حالا أصبح الفلاح نشيطا. أصبح الفلاح إيه؟ نشيطا. فين هنا خبر أصبح؟ أصبح الفلاح ماله نشيطا، يبقى ده خبر أصبح ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. جميل. طب لما أقول كان الطالبان محترمين، اعرب. قال لي كان ده فعل ناقص. عرفت منين ده فعل ماضي ناقص ناسخ؟ ليه ده فعل ناقص حبايبنا؟ قال علشان محتاج الى خبر لكي يتمم معنى الجمله. اما اجي اقول كان الطالبان، فهمت حاجه؟ لا، كان الطالبان مالهم محترمين، يبقى الطالبان اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. جميل. محترمين، قال لي محترمين خبر كان ماله منصوب وعلامه نصبه الياء لانه مثنى. نوع الخبر قال لي مفرد، هنا ليس جمله ولا شبه ايه؟ ولا شبه جمله. جميل. طب تعال هنا خبر جمله، قال لي الجمله دي لا اما جمله فعليه، الخبر لا اما جمله اسميه. جميل. تعال ندي امثله. لما اجي اقول اضحى الولد يذاكر، اضحى الولد ايه؟ يذاكر. تعال نعرف. اضحى فعل ناقص ولا تام؟ قول لي تعالى اضحى الولد، فهمت حاجه؟ لا، اضحى الولد ماله يذاكر، يبقى انا محتاج لخبر ليتمم معنى الجمله بقول عليه فعل ناقص. جميل. يبقى الولد اسم اضحى ماله مرفوع وعلامه رفعه الضم. جميل. يذاكر، قال لي يذاكر ده فعل، ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم. واي فعل محتاج ايه؟ قال لي محتاج فاعل، والفاعل ماله؟ قال لي والفاعل ضمير مستتر ماله تقديره هو. يذاكر هو. كده اتكون عندي يا حبايبنا. قال لي مستر كده اتكون عندي جمله فعليه، اضحى الولد ماله يذاكر، يبقى هنا الخبر جمله فعليه. فاقول في النهايه والجمله، ايوه مالها؟ الفعليه في محل، هو الخبر بتاع كان اخواتها ماله منصوب، يبقى في محل نصب خبر اضحى، وده خبر جمله فعليه. الله ينور عليك. طب الخبر الجمله الاسميه، تعالى كده ندي مثال. لما اجي اقول اصبح الولد اخلاقه كريمه، اصبح الولد اخلاقه كريمه. جميل. اصبح فعل ناقص ولا تام؟ اصبح الولد، فهمت حاجه؟ قال لي لا، محتاج لخبر لكي يتمم معنى الجمله. يبقى ده فعل ناقص. يبقى الولد اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه. جميل. اقف بقى ركز معايا تعالى. قال لي الولد ده اسم واخلاقه قال لي برضو اسم. قال لي لو جالي اسمين ورا بعض، لو جالي ايه يا حبيبنا؟ لو جالي اسمين ورا بعض، لو جالي اسمين، ادي اسم كان واخواتها وجي بعديه اسم، والاسم فيه ضمير، والضمير عائد على اسم كان واخواتها، وانت مغمض بتقول عليه خبر جمله اسميه. ليه؟ قال لي علشان الكلمه اللي فيها ضمير بعربها مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضم، وكريمه خبر المبتدا. كده اتكون عندي جمله اسميه. فاقول والجمله الاسميه مالها في محل نصب، نصب عشان خبر كان واخواتها منصوب، خبر اصبح. الجزئيه دي مهمه يا حبايبي. تمام. طب لما اقول بات العلم هو الحياه، بات العلم هو الحياه، اعرب. قال لي مستر بات ده فعل ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين يا حبايبنا؟ قال لي محتاج لخبر يتمم معنى الجمله. ينفع اقول بات العلم؟ ما فهمتش حاجه. يبقى العلم اسم بات مرفوع علامه رفعه الضم هو. انا لسه قايل لك لو جالي اسمين ورا بعض، الاسم الثاني فيه ضمير عائد على اسم كان اخواتها، بقول عليه خبر جمله اسميه ومبتدا وخبر. طب لما يجي لي الضمير نفسه خلاص يبقى هو مبتدا، الحياه خبر المبتدا. كده اتكون عندي ايه؟ جمله اسميه. يبقى اقول والجمله مالها الاسميه، ايوه، في محل ايه؟ قال في محل نصب خبر بات.
خبر يا حبايبنا بات، يبقى الخبر هنا نوع ايه؟ جمله اسميه. جميل. قال لي ممكن الخبر يكون شبه جمله، لا اما جار ومجرور لا اما ظرف. يعني جار ومجرور يعني حرف جار زي اسم مجرور. اديني مثال. لما اجي اقول مثلا اهو بات العصفور او الطائر على الغصن. بات العصفور، فهمت حاجه؟ قال لا، بات العصفور على ايه؟ قال لي على الغصن، يبقى بات فعل ناقص. جميل. يبقى العصفور اسم بات مرفوع، حلو، على حرف جر. الغصن اسم مجرور بعلى وعلامه جرير كسر، حلو. في الاخر بقول وشبه الجمله، جر ومجرور. وشبه الايه؟ الجمله. ماله؟ قال له وشبه الجمله في محل ايه؟ نصب خبر بات، والخبر نوع شبه جمله. صعب؟ زي ما نقول بات العصفور فوق الشجره، او بات الطائر فوق الشجره. بات فعل، الطائر اسم بات، فوق ظرف، يبقى انا الخبر هيكون نوعه شبه جمله. جميل كده حبايبنا؟ كده تمام؟ تمام. تعالى كده ركز معايا بقى في الكم مثال دول. لما اقول مثلا اصبح المعلم شرحه واضح، واقول اصبح المعلم واضح الشرح، ويجي لي في الامتحان يقول لي بكل بساطه حدد نوع الخبر. يقول لي كده جمله اسميه، جمله اسميه، مفرد مفرد، جمله اسميه مفرد مفرد، جمله اسميه. تعالى كده ركز معايا. اصبح ده فعل ماضي وده فعل ناقص يا حبيبنا. ليه؟ قال اصبح المعلم، فهمت حاجه؟ قال لي لا، محتاج لخبر ليتمم معنى الجمله. يبقى ده فعل ناقص، يبقى المعلم اسم اصبح ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الضم. جميل. نوع الخبر هنا ايه؟ تعالى ركز معايا. اصبح المعلم ماله شرحه واضح. يا مستر تجالي اسمين ورا بعض، الاسم التاني فيه ضمير. اقف ركز، الاسم التاني فيه ايه؟ ضمير، شرحه، والضمير عائد على اسم كان واخواتها. يبقى بعرب الكلمه اللي فيها الضمير مبتدا واللي بعدها خبر المبتدا، فبيتكون عندي جمله اسميه. فبقول والجمله الاسميه في محل نصب خبر اصبح، وهنا خبر جمله اسميه. مهم جدا السؤال ده جدا. طب لما نقول اصبح المعلم واضح الشرح، اصبح فعل وده فعل ناقص عشان محتاج لخبر، يبقى المعلم اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه. جميل. اصبح المعلم ماله؟ واضح الشرح. هل هنا في ضمير عائد على اسم كان اخواتها؟ قال لي لا. طالما مفيش ضمير يبقى ده بقول عليه خبر اصبح منصوب وعلامه نصبه يا حبايبنا الفتحه، وده خبر نوعه مفرد. امال يا مستر الشرح دي ايه؟ قال لي نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. مضاف اليه حبايبنا مجرور. المضاف والمضاف اليه في المعنى بيكون واحد، ولكن في الاعراب كل كلمه لوحدها. اصبح المعلم ماله؟ واضح الشرح. ففي المعنى الاثنين كلمتين بس في معنى واحد، ولكن في الاعراب دي بعربها لوحدها ودي لوحدها. الجزئيه دي مهمه جدا. طب تعالى كده في المثال اللي بعديه. لما اقول ليس المؤمن بكاذب، ليس المؤمن يا حبيبنا بكاذب، واقول ما كان المؤمن بكاذب. ما كان المؤمن ايه؟ بكاذب. ويقول لي حدد نوع الخبر. مفرد، جمله، شبه جمله. اوعى تتلخبط وتقول لي يا مستر هنا نوع الخبر شبه جمله عشان الباء حرف جر وكاذب اسم مجرور. غلط يا حبيبي. ليه؟ تعال اقول لك. قال لي يا مستر علشان الباء حرف جر زائد. طب يا مستر انا هعرف منين اللي الباء حرف جر زائد؟ الباء حرف جر زائد مع خبر ليس. فلما يجي ليس في الامتحان وجه الخبر قبليه الباء، فبقول على الباء حرف جر ايه؟ حرف جر زائد، فنوع الخبر بيكون مفرد مش شبه جمله. يبقى ليس هنا فعل ماضي ناقص جامد، دايما بيجي ماضي.
المؤمن اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الباء حرف جر زائد، يبقى كاذب. بص كده ليه إعرابين، لا إما أقول عليه خبر ليس مجرور لفظا، مجرور يا حبايبنا لفظا، منصوب محلا. طب يعني ايه مجرور لفظا؟ قال لي مجرور لفظا عشان بقول بكاذب، عشان الباء حرف جر فاللي بعدها بيكون مجرور، ولكن في الاساس ده حرف جر زائد، فخبر ليس بيكون منصوب، فبقول عليه خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. او يجي لي في الاختيار بطريقه ثانيه يقول لي خبر ليس، بص كده، منصوب وعلامه نصبه الفتحه المقدره. نوع الخبر مفرد مش شبه جمله، يبقى الباء حرف جر زائد مع خبر ليس، فبقول عليه خبر مفرد. نفس الكلام الباء بتكون حرف جر زائد مع خبر كان المنفية. ما هي النفية؟ ما هي كان. يبقى الباء حرف جر زائد مع خبر ليس، وحرف جر زائد مع كان المنفية. فلما اجي اعرب قال لي كان فعل ماضي ناقص، المؤمن اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الباء حرف جر زائد يبقى كاذب. قال لي خبر كان، بص كده، مجرور لفظا، مجرور يا حبايبنا لفظا، منصوب محلا. أو خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. جميل. يبقى نوع الخبر هنا مفرد مش شبه ايه يا حبايبنا؟ مش شبه جمله، مش شبه ايه؟ جمله. يبقى كده اتكلمنا عن اسم كان باشكالها، خبر كان باشكالها. تعالى كده بقى نفرق ما بين الافعال او كان واخواتها الناقصه والتامه. يعني ايه يا حبايبنا؟ بكل بساطه فعل ناقص اللي هو كان واخواتها، ويعني ايه فعل تام. الكلام ده مع كان واخواتها، اي فعل غير كان واخواتها هو فعل تام. انا بتكلم على كان وايه واخواتها. يعني ايه فعل ناقص؟ الفعل ناقص اللي هو يحتاج زي ما لسه قايلين الى خبر، يحتاج الى خبر ليتمم معنى الجمله. يبقى يحتاج الى ايه؟ خبر ليتمم معنى الجمله. يعني الفعل الناقص، الفعل ايه؟ فعل الناقص بيكون لي اسم مرفوع وخبر منصوب. اسم مرفوع وخبر يا حبايبنا منصوب. زي لما لسه قايل دلوقتي مثلا اصبح الرجل قويا. اوعى تتلخبط تقول لي قويا حال، عندكم انتوا في اولى ثانوي وقول عليها خبر اصبح. اصبح الرجل، لما اجي اقول اقف هنا اقول اصبح الرجل، فهمت حاجه؟ قال لي لا، يبقى محتاج لخبر ويتم معنى الجمله. يبقى ده فعل ناقص. طالما قلت عليه فعل ناقص يبقى انا عندي الرجل اسم اصبح مرفوع وعلامه رفعه الضمه، قويا خبر، اصبح منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وهنا الخبر نوع مفرد. جميل. طب يعني ايه فعل تام؟ الفعل تام لا يحتاج الى خبر ويكتفي، تعال كده بقى ركز معايا، ويكتفي بالفاعل. يكتفي بالايه؟ بالفعل، مش محتاج لخبر. فطالما ما جاليش خبر وتم معنى الجمله بقول عليه فعل تام. اديني مثال. لما اجي اقول مثلا اتقي الله، اتقي الله حيثما كنت، اتقي الله حيثما كنت، خلصت الجمله. لما يقول لي حدد نوع الفعل من حيث التمام والنقصان، اتقي وكنت، قال لي اتقي ده كده كده فعل تام عشان مش من اخوات كان، يبقى اي فعل مش من اخوات كان يبقى تام. طب كنت كان ده ناقص ولا تام؟ قال لي استنى، هل في خبر يتم معنى الجمله؟ قال لي لا، يبقى ده فعل تام. جميل قوي. طالما فعل تام يبقى انا عندي هنا التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تمام كده. وخلي بالك من حاجه، في الاغلب لما يجي لي حيثما وحيث وحين واداه شرط، ادوات الشرط، لما الكلمات دي كده تيجي قبل كان واخواتها في الاغلب بقول عليه فعل تام. بقول عليه فعل ايه يا حبايب؟ فعل تام. تمام. تعال كده نشوف المثال ده. لما اجي اقول يكون الجو لطيفا
يكون الجو ايه؟ لطيفا حيث تكون الأشجار. يقول لي حدد نوع الفعل من حيث التمام والنقصان اللي هو يكون وتكون. تعال ركز معايا. أنا بقول يكون الجو، وقفت، هل هنا فاهم حاجة؟ هنا فاهم حاجة؟ قال لي لا، محتاج لخبر يتمم معنى الجملة. يبقى ده فعل ناقص. يبقى الجو اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يكون الجو ايه؟ لطيفا، يبقى ده خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يكون الجو لطيفا حيث تكون الأشجار. حيث تكون الأشجار، هل في خبر يتمم معنى الجملة؟ قال لي لا، يبقى ده فعل تام. ولسه قايل لكم قاعدة، في الأغلب لو جاء قبلها حيث، حيثما، حين، أينما، إن، من، ما، مهما، متى، فده بقول عليه فعل إيه؟ تام. فده فعل تام، فاللي بعديه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. تمام كده؟ تمام. لما أجي أقول مثلا غدا البرتقال عصيرا، واللي يعرب لي عصير هيقول لي حال، مفعول به، خبر غدا، لا شيء. تعالى هنا اقول عليه خبر غدا منصوب وعلامه نصبه الفتح. طب ليه يا مستر؟ هنا حبايبنا في قاعده بتقول اللي ممكن يجي لي فعل يديني معنى كان واخواتها، وفي الاغلب بيكون اصبح او صار. فلو جالي فعل وفي الاغلب بيجي غدا بيعطي معنى كان واخواتها، ده بتعامل معاه اللي هو فعل ناقص. فانا عندي البرتقال اسم غدا مرفوع، اصل الكلام صار او اصبح البرتقال عصير. تمام كده؟ فده بقول عليه خبر غدا منصوب وعلامه نصبه الفتح. تمام؟ ده بالنسبه للجزئيه الاولانيه اللي هو كان واخواتها. تعال نتكلم عن الجزئيه الثانيه واللي اسهل من كان واخواتها اللي هو كاد. تعالى كده، كاد واخواتها. بس قبل ما اتكلم عن كاد واخواتها ركز معايا، اللي ممكن يكون في تقديم وتاخير في الجمله. يعني نقول مثلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فين اسم كان وخبر كان؟ اصل الكلام يا حبيبنا وكان نصر المؤمنين حقا علينا. فانا عندي كان فعل ناقص. جميل. فين اسم كان؟ قال لي اسم كان نصر، اسم كان مرفوع وعلامه رفعه الضمه. وكان نصر المؤمنين ماله حقا، يبقى ده خبر كان منصوب، فممكن يجي لي تقديم وتاخير عادي خالص. تمام كده؟ تمام. بعد كده عندنا كاد واخواتها. كاد واخواتها حبايبنا بكل بساطه اللي هو افعال ناقصه. تعالى كده هتلاقيها شبه كان واخواتها بالظبط بس اسهل بشويه. افعال ناقصه ناسخه بتعمل ايه؟ قال تدخل على، تدخل عليه الجمله. جميل قوي. الاسميه بتعمل ايه؟ قال ترفع. جميل. المبتدا زي الفل. ويسمى، ترفع المبتدا ويسمى اسمه. وتنصب الخبر، ايوه، ويسمى خبره. طب ما مستر ما لغيت هنا كده؟ هي بالظبط عامله زي كان واخواتها. لا تعالى كده، قال هي بتعمل الحاجات دي كلها بس بشرط. ايه الشرط بقى؟ الشرط يا حبايبنا ان يكون خبرها، ان يكون ايه؟ خبرها جمله، ايوه، فعليه. ان يكون خبرها جمله ايه؟ فعليه، مش اي فعل، فعلها مضارع. يعني بكل بساطة يا حبايبنا علشان أقول على كاد وأخواتها أفعال ناقصة فليها اسم كاد مرفوع وخبر كاد وأخواتها منصوب، لازم الخبر يكون جملة فعلية فعلها مضارع. طب لو الخبر ما جاش فعل مضارع، جالي اسم أو جالي أي حاجة تانية غير فعل مضارع، بقول عليه فعل تام، فبعد الفعل فاعل مفعول. تعال نعرف أخوات كاد وبعد كده ندي أمثلة. لما نيجي نتكلم عن أخوات كاد، الأخوات كاد بتنقسم إلى في حاجة اسمها أفعال المقاربة، وعندي في حاجة اسمها أفعال الرجاء، وعندنا في حاجة حبايبنا اسمها أفعال الشروع.
ولازم اعرف اللي ضمن افعال المقاربه او الرجاء او الشروع عشان ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي استخدم فعل من افعال المقاربه او الرجاء او الشروع. عندي افعال المقاربه بكل بساطه هم 3: كاد، قرب، اوشك. كاد، قرب، اوشك، افعال مقاربه. افعال الرجاء عسى، حرى، اخلولق. جميل. افعال الشروع شرع، انشأ، بدأ، اخذ، طفق، جعل، هب. دي بقول عليها افعال الشروع. طب يعني ايه افعال مقاربه، ويعني ايه افعال شروع، ويعني ايه افعال الرجاء؟ بكل بساطه حبايبنا، افعال المقاربه تفيد تفيد قرب وقوع الخبر. تفيد قرب وقوع الايه؟ الخبر. اديني مثال. لما اقول كاد او قرب او اوشك الطالب يذاكر، يعني انا بقول الطالب قرب ايه؟ قرب يذاكر. طب لما اجي اعرب قال لي سهله خالص. كاد دي فعل ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين؟ قال لي علشان الخبر فعل مضارع. الخبر فعل ايه؟ ما هو ده الشرط. لو الخبر فعل مضارع ده اقول عليه فعل ناقص، فانا عندي الطالب اسم كاد مرفوع وعلامه رفعه الضمه. يبقى ذاكر فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى في نقول والجمله الفعليه في محل نصب ايه؟ خبر كاد، علشان الشرط يتحقق اللي هو خبرها جمله فعليه فعلها مضارع. يبقى كاد قرب اوشك بمعنى القرب. طب عسى حرخ لولقى، قال لي هنا عسى حرخ لولقى تفيد رجاء وقوع الخبر. رجاء وقوع يا حبيبنا الخبر. لما اقول عسى الله، عسى الله ان ينصر فلسطين. عسى الله ان ينصر مين؟ فلسطين. يعني احنا بنرجو من الله. عسى حرخ لولقى، نرجو رجاء من الله ان ينصر فلسطين. عسى فعل ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين؟ قال لي الخبر فعل مضارع. لو الخبر فعل مضارع قول عليه فعل ناقص، فاللي بعديه بقول عليه اسم عسى مرفوع. اسم عسى يا حبايبنا مرفوع. امال فين خبر عسى؟ قال لي والجمله الفعليه في محل نصب خبر عسى. جميل. بس خلي بالك ده فعل مضارع منصوب. ليه؟ قال عشان قبليه ان، وان اداه نصب. جميل. طب افعال الشروع شرع، انشا، بدا، جعل، طفق، هب. قال لي تفيد بدايه وقوع الايه؟ الخبر. لما اقول شرع المهندس يبني، يعني بدا يبني. تمام كده حبايبنا؟ كده تمام؟ تمام. طب بص كده، لما اجي اقول بدأ الطالب يتكلم، بقول بدأ الطالب الكلام. بقول لي ايه؟ حدد نوع الفعل من حيث التمام والنقصان. ناقص ناقص، تام تام تام، ناقص ناقص، تام، في الاختيارات. قال لي خلاص سهله. قال لي بدأ من افعال الشروع، يبقى دي من اخوات كاد. جميل. يبقى ده فعل ناقص ولا تام؟ شوف الخبر. لو الخبر جالي فعل مضارع يتكلم، ده فعل مضارع. طالما الخبر يا حبايبنا فعل مضارع يبقى ده بقول عليه فعل ايه؟ ناقص. طالما فعل ناقص يبقى الطالب اسم بدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. جميل. يتكلم فعل مضارع قبليه ان، قال لي لا يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. أي فعل محتاج فاعل يبقى والفاعل ضمير مستتر. ماله؟ قال لي تقديره هو عائد على الطالب. كده اتكون عندي جملة فعلية. فعل وايه؟ وفاعل. فأقول والجملة الفعلية مالها؟ خبر كده خطأ منصوب، يبقى في محل نصب خبر بدأ. يبقى ده فعل ايه؟ ناقص. جميل. قال لي ده مستر فعل تام. عرفت منين؟ قال لي مفيش خبر فعل مضارع. الكلام ده اسم. طالما هنا مفيش خبر فعل مضارع بقول عليه فعل تام. بدأ فعل. مين اللي بدأ؟ الطالب. يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. الطالب بدأ ايه؟ قال لي بدأ الكلام. يبقى الكلام مفعول به منصوب
وعلامة نصبه يا حبايبنا الفتحة. صعب الكلام ده؟ الكلام ده صعب؟ تمام. عندنا النقطة الثانية اللي هو حكم اقتران، وده سؤال مهم لازم يجي في الامتحان. حكم اقتران كاد وأخواتها بإيه؟ بأن. يعني إيه مش فاهم؟ يعني أنا بقول إمتى الخبر بتاع كاد وأخواتها اللي هو الفعل المضارع يجي قبليه أن؟ قال لي تعالى كده نعرف مع بعض. عندنا أول حاجة أهو كاد وقرب. كاد وإيه؟ قرب. يقل اقتران الخبر بأن. يعني إيه؟ يعني مثلا لما أجي أقول كاد القطار يصل، وأقول كاد القطار أن يصل، الاتنين صح. بس لما يجي يقول لي حكم اقتران خبر الفعل الناقص بأن، هقول له يقل. ليه؟ يبقى كاد قرب يقل بس. يعني ينفع يجي وينفع ما يجيش، تمام كده؟ بس الأكتر ما يجيش. طب لما أجي أعرف، قال لي خلاص، قال لي كاد ده فعل. ده فعل إيه؟ ناقص. عرفت منين؟ قال لي الخبر فعل مضارع، فطالما الخبر فعل مضارع بقول عليه فعل ناقص، يبقى القطار اسم، كاد مال مرفوع وعلامة رفعه الضم. يصل فعل مضارع، والفاعل قال لي والفاعل ضمير مستتر. ضمير ايه يا حبايبنا؟ مستتر. تقديره قال لي تقديره هو، عائد على مين؟ عائد على القطار. بكده اتكون عندي جمله فعليه، فبقول والجمله الفعليه مالها؟ في محل نصب خبر كاد. يبقى حكم اقتران الفعل الناقص بأن، هقول له يقل. كاد قرب يقل. جميل. كاد نفس الكلام فعل ناقص، نفس الفكره. ليه فعل ناقص؟ قال لي علشان الخبر فعل مضارع. بس ايه الفرق ما بين ده وده؟ قال لي الفرق اللي هنا اقول عليه فعل مضارع منصوب عشان قبليه ان، وان اداه نصب. بس الاعراب قال لي عادي خالص، اسم كاد مرفوع والجمله الفعليه خبر كاد في محل نصب. صعب كده يا حبايبنا؟ يبقى اول حاجه كاد قرب يقل. كاد قرب ايه؟ يقل. جميل. طب بعد كده عندنا اتنين، حر اخلولق اللي هو افعال الرجاء. حر اخلولق يا حبايبنا يجب، لازم يجب اقتران الخبر بايه؟ بأن. يعني لازم الفعل المضارع مع حر واخلولق اللي هو الخبر لازم يجي قبليه ان. يعني لما اقول مثلا حر الله ينصر فلسطين، قال لي الجمله كده خطأ. ليه؟ قال لي علشان حر حكم اقتران خبرها بأن يجب، يبقى لازم اجيب ان. طب قال لي حر ده فعل، ده ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين هو ناقص؟ قال لي علشان الخبر فعل مضارع، فلما يجي الخبر جمله فعليه فعلها مضارع بقول عليه فعل ناقص. يبقى لفظ الجلاله اسم حر مرفوع وعلامه رفعه الضم. جميل. طب ده فعل مضارع ماله؟ قبليه ان. ايوه، وانا ده نصب. جميل. يبقى فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل، وفلسطين مفعول به منصوب. في الاخر بقول والجمله الفعليه. والجمله ايه؟ والجمله الفعليه مالها؟ في محل نصب خبر حر. صعب الكلام ده؟ تمام. طب بعد كده عندنا 3، عسى أوشك. حكم اقتران الخبر عسى أوشك يا شباب، أقول أهو يكثر اقتران الخبر بأن. يعني لما يجي يقول لي عسى الولد يفعل الخير، نرجو من الولد أن يفعل إيه؟ الخير. يبقى ينفع أقول عسى الولد يفعل الخير، وأقول عسى الولد أن يفعل الخير. ليه؟ يجي لي يقول لي إيه السؤال؟ حكم اقتران الفعل الناقص بأن. عسى أوشك يكثر، بس كده. طب لما أجي أعرف، قال لي خلاص عسى ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين؟ قال لي الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. طالما الخبر فعل مضارع يبقى ده فعل ناقص، يبقى الولد اسم عسى مرفوع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى الخير مفعول به. يقول والجملة الفعلية مالها؟ في
محل نصب خبر ايه؟ خبر عسى. صعب بس خلي بالك ده فعل مضارع مرفوع عشان مش قبلي انا. طب هنا نفس الفكره بالظبط، عسى فعل ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. عرفت منين؟ قال لي الخبر فعل مضارع. طالما الخبر جمله فعليه فعل مضارع يبقى فعل ناقص، يبقى الولد اسم عسى مرفوع وعلامه رفعه قال لي الضمه. ان اداه نصب، اداه ايه يا حبايبنا؟ اداه نصب. ده فعل مضارع ماله؟ منصوب وعلامه نصبه الفتحه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يبقى الجمله الفعليه في محل نصب خبر ايه؟ خبر عسى. صعب؟ يبقى كاد كرب يقل، حرف لولك يجب، عسى اوشك يكثر. اخر حاجه افعال الشروع 4. عندنا افعال يا حبايبنا، افعال الشروع. طب حكم اقتران افعال الشروع خبر افعال الشروع بان؟ قال لي هنا الامتناع، يمتنع. يمتنع اقتران الخبر، ما ينفعش خبر افعال الشروع يجي في ان. ازاي؟ تعال ندي مثال. لما اقول اخذ لما انا بدأ المهندسون ان يبنون، قال لي ما ينفعش. ليه؟ قال لي يا مستر عشان حكم اقتران افعال الشروع بان يمتنع. فانا عندي اخذ من افعال الشروع يبقى ده فعل ناقص ولا تام؟ قال لي فعل ناقص. عرفت منين؟ قال لي الخبر فعل مضارع. طالما الخبر فعل مضارع يبقى ده فعل ناقص، يبقى المهندسون اسم اخذ ماله؟ مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى يبنون فعل مضارع قبليه ان؟ قال لي لا، يبقى ده فعل مضارع مرفوع. الشاطر يقول لي مرفوع علامه رفعه ايه؟ ايوه سامعكم. طالما في واو ونون الف ونون ياء ونون قول لي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. بثبوت يا حبايبنا النون. صعب الكلام ده؟ الكلام ده صعب. ولو جه ان هيبقى فعل مضارع منصوب بحذف النون. جميل. يبقى هو الجماعه، قال هو الجماعه فاعل. كون عندي جمله فعليه فاقول والجمله الفعليه. والجمله يا حبايبنا الفعليه مالها؟ في محل نصب. حلو. خبر اخذ. يبقى بكل بساطه حبايبنا كاد اخواتها بتكون فعل ناقص لما يكون الشرط بتاعي متوفر، الخبر جمله فعليه فعلها مضارع. تمام كده؟ تمام. بعد كده خدنا حكم اقتران خبر كاد واخواتها بان. قلنا كاد كرب يقل، عسى اوشك يكثر، حرى اخلولق يجب، افعال الشروع كلها يمتنع. تمام كده؟ كده تمام حبايبنا؟ كده تمام؟ تمام. لما اجي اقول بص كده بقى، تعالى كده ناخد شويه امثله. لما اجي اقول كاد الولد زميله، واجي اقول يكاد زيتها. يكاد ايه؟ زيتها يضيء. جميل. انا عايز احدد نوع الفعل ناقص ولا تام. قال لي سهل، كاد ده فعل ناقص ولا تام؟ قال لي ده فعل ناقص. لا تام. ليه يا مستر مش ناقص؟ قال علشان الفعل الناقص لازم الخبر يكون فعل مضارع. قال لي زميل ده اسم مش فعل مضارع، يبقى ده فعل تام. يبقى هنا كاد فعل، الولد فاعل مرفوع. مين اللي كاد؟ الولد. كاد مين؟ زميله، يبقى مفعول به منصوب. وخلي بالك من حاجه، كاد هنا بمعنى الغيظ، بيغيظ يعني. طب هنا يكاد زيتها يضيء، ايه ده يا مستر؟ ده فعل مضارع. ايوه مفيش مشكله. ده فعل ناقص ولا تام؟ قال لي شوف الخبر. لو الخبر فعل مضارع يبقى ده فعل ناقص. قال لي يكاد زيتها يضيء، يبقى الخبر هنا فعل مضارع. الخبر يا حبايبنا فعل مضارع. طالما الخبر جمله فعليه فعلها مضارع يبقى ده بقول عليه فعل ايه؟ ناقص. يبقى زيتها اسم كاد مرفوع وعلامه رفعه الضمه. جميل. يضيء فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. يضيء هو. تمام كده؟ والجمله الفعليه، والجمله يا حبايبنا والجمله الفعليه مالها؟ في محل نصب خبر ايه؟ خبر كده. صعب الكلام ده؟ كده تمام؟ تمام. بص المثال ده لما اقول وعسى ان تكرهوا
شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ خير لكم. تعالى كده ركز معايا. عسى هنا فعل ناقص ولا تام؟ هحكم عليه اللي هو فعل تام. ليه؟ القاعده بتاعتنا بتقول يا حبيبي، القاعده بتاعتنا ركز معايا. القاعده بتاعتنا بتقول لو جالي بعد عسى او اوشك ان زائد المضارع اللي انا بقول عليه مصدر مؤول، اللي انا بقول عليه مصدر مؤول، لو جالي ان اداه نصب تكرهه فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون، قال لو جه بعد عسى اوشك مباشره مصدر مؤول، ده كده بقول عليه ايه؟ مصدر مؤول. يعني مصدر مؤول اللي هو ان زائد المضارع، فلو جه بعد عسى مباشره مفيش اي ضمير متصل فارق ولا في كلمه فارقه بينهم، عسى زائد المصدر المؤول، عسى زائد ان زائد المضارع، يبقى هنا في الحاله دي يا حبايبنا بقول عليه فعل تاني، والمصدر المؤول ده كله بقول عليه في محل رفع فاعل. في محل رفع ايه؟ فاعل. في محل رفع يا حبايبنا فاعل. صعب الكلام ده؟ الكلام ده صعب؟ غير لما اجي اقول بص كده، فهل عسيتم، خلي بالك هنا عسيتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض، ان تفسدوا في الارض. خلي بالكم من حاجه، ما حدش يقول لي عسى هنا يا مستر مش جاي بعدها اسم، لا يا حبيبي، عسى اصلها عسى والضمير، الضمير ده بقول عليه ضمير متصل مبني في محل رفع اسم عسى، يبقى ده فعل ناقص. فعل يا حبايبنا ناقص. ليه؟ قال اهو الخبر فعل مضارع. فعل ايه؟ مضارع. جميل. غير دي هنا عسى جه بعدها مباشرة المصدر المؤول، جه بعدها مباشرة المصدر الايه؟ المؤول، فالمصدر المؤول ده لما باجي بعد ان اداة نصب تكرر فعل مضارع منصوب وعلامة تصبيح حذف النون وهو الجماعة فعل، المصدر المؤول من ان زائد المضارع في محل رفع ايه؟ في محل رفع فعل، عشان ده فعل ايه؟ علشان ده فعل تاني. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده اخواتها حاجتين، نعرف امتى بيكون فعل ناقص لما بيكون الخبر جمله فعليه فعل مضارع. الحاجه الثانيه حكم اقتران كاد اخواتها حبيبنا بايه؟ بان. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. كاد كرب يقل، حرى اخلولق يجب، عسى اوشك يكثر، اخر حاجه افعال الشروع الامتناع. خلي بالك من حاجه، هنا لو جه قال لي حكم اقتران الخبر بان، طب لو جه عكس قال لي حكم تجرد، حكم ايه؟ تجرد كاد اخواتها بان، هتعكس. يعني مش فاهم يا مستر عشان ما تلخبطش، لا هو الاغلب اللي بيجي في الامتحان بين حكم اقتران الفعل الناقص بان، يبقى كاد كرب يقل، عسى اوشك يكثر، حرى اخلولق يجب، افعال الشروع يمتنع. ده لو قال لي حكم الايه؟ الاقتران. طب لو جه قال لي، لو جه قال لي حكم التجرد، حكم الايه؟ مش حكم بقى الاقتران، حكم التجرد، قال بدل لما اقول يقل هقول يكثر، العكس. بدل لما اقول يجب هقول يمتنع، بس ده في الايه؟ في التجرد. بدل لما اقول يكثر هقول يقل، بدل لما اقول يمتنع هقول يجب. ده امتى؟ لو جه قال لي حكم التجرد. بس الطبيعي في الامتحان في الاغلب بيجي يقول لي حكم اقتران الخبر بان، كاد كرب يقل، عسى اوشك يكثر، حرخ لولق يجب، افعال الشروع الامتناع. افعال الشروع يا حبايبنا الامتناع. ده بالنسبه لكان واخواتها وكاد وايه؟ وكاد واخواتها. تعالى بعد كده بقى ندخل على جزء الادب اللي هو علينا، هو علوم البلاغه، وبدانا نقسم علوم البلاغه وهتلاقي باذن الله موجوده مشروحه لك عندك بالتفصيل. عندنا بعد كده حبايبنا اهو اللي هو الادب في العصر الجاهلي. احنا لما نيجي نتكلم يا حبايبنا الادب في العصر الجاهلي قلنا احنا عندنا الادب حاجتين، لا اما شعر لا اما نثر. لما نيجي نتكلم اول جزئيه الادب في العصر الجاهلي نبدا نتكلم عن البيئه الزمنيه. ايه الفتره الزمنيه بتاع العصر الجاهلي؟ قلنا قبل ظهور الاسلام بقرن ونصف تقريبا، يعني 150 ايه سنه. جميل. طب سؤال، لماذا سمي العصر الجاهلي بهذا الاسم؟ هل نسبه الى الجهل؟ لا، نسبه الى الجهاله وفعل الشيء القبيح بعلم واراده. جميل. طب البيئه المكانيه، قلنا البيئه المكانيه اللي هي كانت بتضم 5 اماكن اللي هو الحجاز، تهامه، نجد، اليمامه، اليمن. البيئه الاجتماعيه يا حبايبنا قلنا احنا عندنا العرب بتنقسم الى حاجتين في البيئه الاجتماعيه، اهل الحضر بيعيشوا في المدن واهل البدو بيعيشوا في الصحراء. وكان في قبيلتين كبار اللي هم اصل العرب كلهم، القحطانيون نسبه الى قحطان الاكبر، والعدنانيون نسبه الى عدنان من ولد اسماعيل، وده كان من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده عندنا حبايبنا اللي هو نركز بقى عن اهم صفات العرب.
أو أهم شيم العرب، أو أهم خصائص العرب، أو أهم شمائل العرب، أو أهم خصال العرب. هنا بيتكلم عن الصفات. هنا عندنا العرب كانوا عندهم يا رجالة يا شباب بيمتازوا بالفروسية. اللي هي ايه الفروسية؟ اللي هو بيركب الخيل أو الفرس وبيحارب عليه. عندهم من ضمن الصفات الشجاعة، الصبر، الكرم، الوفاء، نجدة المستغيث. لو حد استنجد بيهم بينجدوه بيغيثوه. عندنا كما برعوا يا حبايبنا، خلي بالكم، في علوم ومعارف زي الفراسة وعلم الأنساب. يبقى خلي بالك من حاجة، لما يجي لك في الامتحان ما الصفات التي برعت فيها العرب أو الخصائص أو الشيم، غير لما يقول لي ما المعارف أو العلوم. أنا عندي المعارف أو العلوم حاجتين، لا إما علم الأنساب النسب، عارفين ده ابن كذا ابن كذا ابن كذا لغاية لما يوصلوا للأصل، أو علم الفراسة أو الفراسة اللي هو الذكاء، اللي هو الاستدلال على أخلاق الإنسان من خلال الهيئة بتاعته. تمام كده؟ تمام. بعد كده عندنا البيئة الدينية. في البيئة الدينية حبايبنا قلنا من أشهر الديانات اللي كانت موجودة اليهودية والمسيحية. كان في ناس بتعبد الأصنام، ناس بتعبد الشمس، ناس بتعبد القمر، وكل هذه الفوضى الدينية أدت إلى ظهور وانتشار إيه حبايبنا؟ وانتشار الإسلام. بعد كده عندنا الحياة الأدبية. الأدب يا شباب شعر ونثر. العرب نقلوا لنا حياتهم صادقة، حياة صادقة، حياة كاملة من خلال الشعر ومن خلال النثر. عندنا من أهم الأسواق الأدبية عندنا سوق عكاظ، ذي مجنة، ذي المجاز، دومة الجندل أو دومة الجندل، دي الأسواق أهم الأسواق. عندنا كانت منتديات أدبية كبرى يلتقي فيها الشعراء والخطباء كل عام ليتنافسوا في إلقاء الشعر والخطابة، دي اللي هي الأسواق الأسواق الأدبية. بعد كده لما نيجي بقى نتكلم عن الشعر في العصر الجاهلي، قلنا الشعر هو كلام موزون مقفى في وزن وفي قافية. والشعر حبايبنا قلنا في بناء القصيدة في العصر الجاهلي. يعني العصر الجاهلي، الشاعر في العصر الجاهلي كان بيكتب القصيدة بنظام معين، بناء معين. قال لي ايه النظام ده او البناء ده؟ قال لي اول حاجة لازم تبدأ بالغزل، يعني يتكلم عن وحدة، سواء بقى هنقول تبدأ بمقدمة غزلية أو مقدمة طلالية أو بكاء الديار أو الوقوف على الأطلال، ده كله بمعنى واحد ويتحدث أول حاجة يتكلم عن وحدة في الأبيات بتاعته. بعد كده يبدأ يتكلم عن الوصف، يصف الرحلة، يصف الطريق، أي حاجة. بعد كده الغرض الرئيسي اللي الشاعر عايز يتكلم عنه، عايز يتكلم عن المدح بيمدح غيره، عايز يتكلم عن الفخر بيتكلم عن نفسه سواء الفخر الفردي أو الفخر القبلي، عايز يتكلم عن الهجاء، الهجاء اللي هو الذم، عايز يتكلم عن الحكمة، حكمة، عايز يتكلم عن الرثاء اللي هو مدح الميت، مدح ليه؟ الميت. بعد كده وقد تختتم بالحكمة. يبقى بناء القصيدة في العصر الجاهلي تبدأ بالغزل، بعد كده الوصف، بعد كده الغرض الرئيس، وقد تختتم بإيه؟ تختتم بالحكمة. بعد كده عندنا حبايبنا المعلقات. قلنا يعني معلقات؟ قصائد طويلة، قصائد طوال قلت في العصر الجاهلي لكبار الشعراء في العصر الجاهلي. قلنا عندنا سبب التسمية، قلنا لأنها كانت سريعة التعلق بالأذهان فتحفظ بسرعة، لأنها كانت تكتب بماء الذهب فتعلق على أسطار الكعبة، تشبيها لها بعقود الدر التي تعلق على نحور يا حبايبنا، نحور النساء. جميل قوي. بعد كده عندنا شعراء المعلقات. من ضمن شعراء المعلقات عندنا امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، طرفة بن العبد، لبيد بن الربيعة، عنتر بن شداد، الحارث بن حلزة، عمرو بن كلثوم. بعد كده عندنا آخر حاجة وركزوا فيها عشان مهمة في الشعر، أهم سمات القصيدة في العصر الجاهلي من حيث المعاني، وضوح المعاني وقلة التأنق في ترتيب المعاني والفكر. من حيث الألفاظ، جودة استعمال الألفاظ في معانيها، جودة استعمال الألفاظ فين؟ في معانيها. وكمان القصد في استعمال ألفاظ المجاز. يعني إيه؟ يعني كان عندهم قلة في استعمال ألفاظ المجاز اللي هو الخيال. كمان عدم تعمد استخدام المحسنات البديعية اللي في البلاغة، اللي هي المحسنات البديعية اللفظية أو المعنوية. كمان عندهم إيثار الإيجاز. يعني هنا يعني الإيجاز، الإيجاز يعني الاختصار. يعني هم بيميلوا إلى الإيجاز، الأسلوب بتاعهم يميل إلى الإيجاز مش الإطناب، هو مختصر. كمان الأخيلة البديعة والتشابيه الطريفة والاستعارات إيه؟ والاستعارات جميلة. ده بالنسبة لجزء الشعر في العصر الجاهلي. بعد كده عندنا فنون النثر، عندنا الخطبة والوصية والحكم والأمثال. يعني الخطبة يا أحباب، يا حبايبنا، الخطبة بكل بساطة فن مخاطبة الجمهور. والهدف من الخطبة اللي هو لازم الخطبة هدفها يكون الخطيب مقنع، ممتع الاستمالة، ولازم ينوع بين الأسلوب عشان المتلقي والمستمع ما يزهقش. يبقى هنا الخطبة فن مخاطبة الجمهور،
تحريك مشاعرهم، جذب الانتباه بكلام بليغ ووجيز. الوصايا، عندنا الوصايا بكل بساطه قول صادر من مجرب حكيم. يبقى قول صادر اهو من مجرب حكيم خبير يوجهه الى من يحب. يبقى الوصيه او النصيحه بتكون للانسان انا ايه اللي انا بحبه. وهنا من سمات الوصايا دقه العباره، وضوح الالفاظ، قصر الجمل والفقرات، الاطناب. الوصيه انا لما باجي اوصي حد ببدا ان انا يعني ايه اطناب؟ الاطناب عكسه الايجاز. الايجاز يعني الاختصار، الاطناب اللي انا اتكلم كتير، والاطناب اللي هو اطناب بالتكرار او اطناب بالترادف او اطناب بالتعليل. وعندنا التنوع بين الاساليب سواء اسلوب الخبري او الانشائي. وعندنا حبايبنا هنا لازم يكون الايقاع الموسيقي ممثلا في السجع والجناس، وده شرحناه في البلاغه. وهنا اكتر حاجه بتميز الوصايا او اللي بيوصي بيستخدمها كتير اسلوب الايه او السجع في المحسنات. بعد كده عندنا الحكم، فن من فنون النثر يعبر عن خلاصه تجارب او خلاصه تجربه في عبارات موجزه تتسم بالجمال في الصياغه. اخر حاجه عندنا الامثال، هي عباره عن اقوال موجزه. اقوال ايه يا حبيبنا؟ موجزه. والمثل بيكون ليه مورد ومضرب. المورد اول مره المثل اتقال فيه بقول عليه المورد، لما بيبدا بكرر المثل كتير بقول عليه ايه؟ بقول عليه مضرب. بقول عليه حبايبنا مضرب. ده بالنسبه لاهم الاجزاء اللي مفترض حضرتك تكون عارفها قبل ما تدخل امتحان الشهر باذن الله تعالى. بعد كده ندخل باذن الله على فرع البلاغه. وركزوا معايا يا حبايبي. عندنا البلاغه بكل بساطه. قبل ما نتكلم عن البلاغه نتكلم ان احنا عندنا في حاجه اسمها التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. التعبير الحقيقي اللي انا بستخدم الالفاظ في معناها الحقيقي. لما اقول هذا الرجل شجاع، حقيقه. هذا الرجل كريم، حقيقه. هذا الرجل بخيل، ده حقيقه. ولكن التعبير المجازي اللي هو التعبير الخيالي، لما اقول هذا الرجل كالاسد، ده خيال، انا شبهته بالايه؟ بالاسد. لما اقول هذا الرجل بيته مفتوح لكل الناس، دي كنايه او ده تعبير مجازي او تعبير خيالي بيدل على الكرم. اقول هذا الرجل لا يضع يده في جيبه، ده اسمه تعبير خيالي او تعبير مجازي، وده دليل على البخل. تمام كده حبايبنا؟ طب لما نيجي نتكلم عن البلاغه، أي البلاغه بكل بساطه هي 3 علوم. عند البلاغه يا حبايبنا حاجه اسمها اول حاجه اسمه علم البيان، العلم الثاني اسمه علم البديع، والعلم الثالث عندنا اللي هو علم المعاني. يعني ايه حبايبنا علم البيان؟ ويعني ايه علم البديع؟ ويعني ايه علم المعاني؟ لما نيجي نتكلم بكل بساطه عن علم البيان، قلنا علم البيان هو العلم ده بيعمل ايه يا حبايبنا؟ هو العلم الذي يهتم. طب ده بيهتم بايه؟ قال بيهتم بالصور الخياليه او الصور المجازيه او الصور البيانيه او الصور البلاغيه او الصور الجزئيه. يعني بكل بساطه لما يجي لي في الامتحان يقول لي حدد اللون البياني او الصوره البلاغيه او الصوره الخياليه او الصوره المجازيه او الصوره الجزئيه، يبقى هنا بيتكلم معايا عن علم اسمه علم ايه يا حبايبنا؟ علم البيان. علم البيان اللي هو عباره عن 4 دروس، اللي هو اول حاجه عندي التشبيه، وعندنا الاستعاره، وعندنا الكنايه، وعندنا المجاز المرسل. ده بالنسبة لأول علم اللي هو علم البيان. تعال ركز على أهم جزئيتين اللي هو في علم البيان اللي هو بيجي لي كتير، التشبيه أو الاستعارة. أول حاجة لما نيجي يا حبايبنا نتكلم عن التشبيه. التشبيه بكل بساطة هو تعبير مجازي، تعبير خيالي، خيال. يعني تشبيه، قال التشبيه بكل بساطة هو عقد مقارنة بين طرفين. في مقارنة، أنا بعمل مقارنة بين طرفين، المشبه والمشبه به، من خلال صفة مشتركة. ممكن يكون في صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به بقول عليها وجه الشبه، وعندي بيكون في عندي أداة الشبه. لذلك أنا عندي التشبيه ده نوعين يا حبيبي. عندي التشبيه لا إما بيكون تشبيه مفرد، لا إما التشبيه ده بيكون تشبيه مركب. يعني إيه تشبيه مفرد ويعني تشبيه مركب؟ التشبيه المفرد بشبه كلمة بكلمة فده مفرد، ولكن التشبيه المركب مش بشبه كلمة، أنا بشبه جملة بجملة أو حالة بحالة. بس قبل ما نعرف ونتكلم عن أنواع التشبيه، تعالى كده نتكلم عن حاجة اسمها أركان التشبيه. هو أنا عندي كم ركن من أركان التشبيه يا حبيبنا؟
انا عندي التشبيه ليه 4 اركان. اول حاجه المشبه، 2 المشبه به، اللي انا شبهت كذا بكذا فبقول عليه مشبه ومشبه به، ودولك الركنان الاساسيان في التشبيه. بعد كده عندنا اركان فرعيه ممكن تكون موجوده ممكن تكون لا. عندي حاجه اسمها اداه الشبه او اداه التشبيه، وعندي في حاجه اسمها وجه الشبه. 4. يبقى المشبه والمشبه به ركنين اساسيين، شبهت كذا بكذا. طب يعني وجه الشبه؟ الوجه الشبه بكل بساطه هي الصفه المشتركه. الصفه يا حبيبنا المشتركه بين ايه؟ قال لي الصفه المشتركه بين المشبه والمشبه به. يبقى الصفه المشتركه بين المشبه والمشبه به بقول عليها وجه الشبه. وخلي بالكم لازم الصفه تكون مشتركه بين المشبه والمشبه به عشان اقول عليها وجه الشبه. طب لو الصفه متعلقه بالمشبه بس، او الصفه متعلقه بالمشبه به بس، ينفع اقول عليها وجه الشبه؟ لا، لازم وجه الشبه تكون صفه موجوده في الحاجتين، موجوده في المشبه والمشبه به. وفي الاغلب يا حبيبنا وجه الشبه لا اما بيجي لي جار ومجرور، يعني بيجي لي حرف جر واسم مجرور، لا اما بيجي لي تمييز، وهنتكلم دلوقتي مع بعض بالتفصيل. طب اداه الشبه، اداه الشبه يا حبايبنا ممكن تجي لي 3 حاجات. ممكن تجي لي حرف زي الكاف وكأن، يعني أداة الشبه دي ممكن تجي لي حاجتين، لا إما الكاف لا إما كأن. ممكن أداة الشبه دي تجي لي اسم زي ما أقول مثل، مماثل، مناظر، محاكي، مضارع، تمام كده؟ أو ممكن أداة الشبه تجي لي فعل، هقول مثلا يماثل، يشابه، يضارع، يحاكي، يحكي، يزن. فانا عندي هنا اداه الشبه ممكن تجي لي حرف، ممكن تجي لي اسم، ممكن تجي لي فعل. جميل قوي. يبقى احنا كده عرفنا اركان التشبيه، مشبه، مشبه به، ودولك اساسيين. عندي اداه الشبه ممكن تجي لي حرف، والحرف لا اما الكاف لا اما كأن. محدش يقول لي هي في ممكن تكون اداه تشبيه، لا، الحرف في ادوات التشبيه لا اما الكاف لا اما كأن، ممكن تبقى اسم ممكن تبقى فعل. عندي الركن الرابع اللي هو وجه الشبه، الصفه المشتركه بين المشبه والمشبه به. جميل قوي. طب هنا مستر انت حضرتك قلت لي احنا عندنا التشبيه لا اما مفرد لا اما مركب. قال لي التشبيه المفرد 3 انواع، لا اما بقول عليه تشبيه مفصل، لا اما تشبيه مجمل، لا اما تشبيه يا حبايبنا بقول عليه تشبيه بليغ. يبقى تشبيه مفصل، مجمل، بليغ. قال لي طب التشبيه المركب؟ قال لي التشبيه المركب نوعين، لا اما بقول عليه تشبيه تمثيلي، لا اما تشبيه ضمني. جميل قوي. وقال لي هنا التشبيه المفصل اللي هو من انواع المفرد كلمه بكلمه. قال لي التشبيه المفصل بيكون عندي 4 اركان موجودين، يعني المشبه والمشبه به واداه الشبه ووجه الشبه. طب التشبيه المجمل؟ قال لي التشبيه المجمل عندي 3 اركان، المشبه والمشبه به اساسيين، يجي معاهم لا اما اداه الشبه لا اما بشيل اداه الشبه ويجي وجه الشبه. طب التشبيه البليغ؟ قال لي التشبيه البليغ ركنان فقط. تعالى كده ندي امثله. لما اجي اكتب اول مثال يا حبايبنا واقول مثلا سيناء مثل العروس في جمالها، ويجي لي يقول لي حدد نوع التشبيه، اقول له سهله خالص. اول حاجه في الامتحان طلع لي المشبه والمشبه بيه، يقول لي شبهت ايه بايه؟ قال لي هنا عندي سيناء مشبه بعوض عنها بمين، والعروس مشبه به، يبقى انا شبهت سيناء بالعروس. مثل، قال لي مثل اداه شبه، لسه قايلين ورا اداه شبه واداه تشبيه. طب ايه الصفه المشتركه بين سيناء والعروسه؟ قال لي الصفه المشتركه بين سيناء والعروسه في جمالها، اللي هي الصفه المشتركه بين المشبه والمشبه به، بقول عليها وجه الايه؟ بقول عليها وجه الشبه، وهنا جت على شكل الجر والمجرور. هنا عندي كام ركن؟ عندي 4. لو عندي 4 اركان يا حبايبنا بقول عليها تشبيه مفصل. تشبيه يا حبايبنا مفصل. جميل. طب لما اجي اقول مثلا قال الشاعر ولك سيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. وأنا خلي بالكم كتبت الألف واللام وكملت كلمة الأبرار عشان من باب الوزن الشعري، اللي الجزء ده يكون قد الجزء ده. هنا شبهت إيه يا حبيبنا؟ قال لي شبهت ولك سيرة، شبه السيرة. شبهها بإيه؟ قال شبهها بصحيفة الأبرار مشبه بها. وقال لي الكاف بقول عليها أداة شبه أو أداة تشبيه. الصفة المشتركة بين سيرتك وصحيفة الأبرار اللي هي طاهرة نقية، يبقى ده بقول عليه وجه الإيه؟ قال بقول عليه وجه الشبه.
عندي كم ركن؟ قال لي عندي 4 أركان. لو عندي 4 أركان يا حبايبنا بقول عليه تشبيه مفصل. يبقى بكل بساطة في الامتحان أعرف إزاي هو تشبيه مفصل؟ قال لما يجي لي مشبه به أداة شبه وجه الشبه. طب لما يجي يقول لي مثلا أنت، قال الشاعر أنت نجم في رفعة وضياء. قال لي هنا بكل بساطة أنت ده مشبه. النجم يعني النجم مشبه به، شبهه بالنجم. الصفة المشتركة بينك أنت وبين النجم قال لي الرفعة والضياء. ممكن حد يقول يا بص الشخص ده في مكانة كبيرة، أو يا الشخص ده وشه منور ضياء. يبقى هنا الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به في ضياء ورفعة، فده بقول عليه وجه الإيه؟ وجه الشبه. أنا هنا عندي كام ركن يا حبيبي؟ مشبه به، وجه الشبه، عندي 3. قال لو عندي 3 أركان بقول عليه تشبيه مجمل. تشبيه يا حبيبنا، تشبيه مجمل. طب بص كده لما أقول العلم النافع مثل النور، وشبه بيه؟ قال لي شبه العلم النافع، شبهه بالنور مشبه به، مثل أداة شبه. يبقى أنا كده عندي كم ركن؟ قال لي عندي 3، مشبه به، ركنين أساسيين، وعندي أداة الشبه. ده بقول عليه تشبيه مجمل. تشبيه يا حبايبنا مجمل. في مثال مهم في التشبيه المجمل، لما أجي أقول مثلا وله، قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ده يا حبايبنا بقول عليه تشبيه مجمل. طب ايه الاركان بتاعته؟ قال شبه الجوار المنشآت مشبه، شبهها بالاعلام، والكاف اداه شبه، والكاف اداه شبه. يبقى انا عندي هنا كام ركن؟ قال لي عندي 3 اركان، فبقول عليه تشبيه مجمل. يبقى اول نوع التشبيه المفصل 4 اركان، التشبيه المجمل كام ركن؟ 3. قال لي النوع الثالث لما اجي اقول مثلا قال الشاعر الام مدرسه إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. هنا شبهت إيه يا حبيبنا؟ قال بكل بساطة يا مستر أنا شبهت الأم مشبه، شبهتها بالمدرسة مشبه بيه. يبقى ده بقول على تشبيه بليغ. ليه؟ قال 10 ركنين. طب لو جالي في الامتحان التشبيه البليغ جاء على صورة، هيجي في اللي اخترت مبتدأ وخبر، الحال وصاحبه، المضاف والمضاف إليه، رابع حاجة المفعول المطلق. لما يجي يقول لي التشبيه البليغ جاء على صورة ايه؟ اعرب المشبه ومشبه به. قال لي جملة اسمية، بل عندي هنا الأم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، مدرسة خبر. يبقى ده تشبيه بليغ جاء على صورة المبتدأ والخبر. جميل قوي. طب لما اجي اقول مثلا قال الشاعر كن بلسما، كن يا حبايبنا، كن بلسما إن صار دهرك أرقما. هو شبه ايه بايه؟ وهنا الشاعر بيقول كن بلسما، كن انت. يبقى انا عندي هنا المشبه انت اللي هو مستتر، ممكن يكون مستتر عادي خالص. يبقى انت ده مشبه، شبهك بالايه؟ بالبلسم. يبقى انا عندي مشبه به، وده تشبيه بليغ جاء على صورة. اقف. هو انا عندي هنا اسم كان ضمير مستتر تقديره انت، بلسما خبر كان. هي اصلا كان اخواتها بتدخل على الجمله ايه؟ الاسميه. يبقى هنا لما يجي يقول لي جاء على صورة اقول له جاء على صورة ما اصله المبتدا والخبر. اصله يا حبيبنا المبتدا والايه؟ والخبر. طب لما اجي اقول مثلا وقف الجندي صخرة، وقف الجندي ايه؟ صخرة. قال شبهت بايه؟ قال شبه الجندي بالصخرة، مشبه به. يبقى ده تشبيه بليغ جاء على صورة اقف. وقف الجندي حاله كان ايه؟ كيف وقف الجندي؟ صخرة. يبقى هنا لما اجي اعرف صخرة اعرفها حال. يبقى ده تشبيه بليغ جاء على صورة الحال وصاحبه. الحال ايه يا حبيبنا؟ وصاحبه. بعد كده لما اجي اقول مثلا قال الشاعر إني لتطربني الخلال كريمة أو كريمة طرب الغريب بأوبة وطلق. قبل ما نتكلم عن المثال ده تعال ندي مثال أبسط. لما نقول مثلا أسرع الجندي إسراع الطائر، أنا شبهت بإيه؟ شبهت إسراع الجندي بإسراع الطائر. جميل. يبقى ده تشبيه بليغ جاء على صورة، قال جاء على صورة المفعول المطلق. عرفت منين؟ قال لي اسم شكل الفعل، اسم شكل الفعل، بقول عليه تشبيه بليغ جاء على صورة المفعول المطلق. لما نقول نمت نومة الأسد،
شبهت نومتي بنومة الأسد. تشبيه بليغ، عند ركنين مشبه به. تشبيه بليغ جاء على صورة المفعول المطلق، اسم شكل الفعل. نفس الكلام هنا. قال الشاعر إني لا تطربني الخلال كريمة طرب الغريب. طرب اسم شكل الفعل، يبقى ده بقول عليه حبايبنا تشبيه بليغ جاء على صورة المفعول المطلق، على صورة يا حبايبنا المفعول المطلق. جميل قوي. طب لما اجي اقول مثلا نهتدي بنور العلم، واقول احذر ظلمات الجهل، انا هنا شبهت ايه يا حبايبنا؟ قال بكل بساطه مستر هنا نهتدي بنور العلم، شبهت العلم بالنور، يبقى مشبه به. هو ممكن المشبه به يجي قبل المشبه، مفيش مشكله. طب ممكن كمان اداه شبه تيجي قبل المشبه والمشبه به، عادي خالص. زي كان قلت لك اول حاجه في الامتحان طلع لي المشبه والمشبه به. انا شبهت العلم بالنور، كم ركن؟ قال لي ركنين، يبقى تشبيه بليغ. اقف، جاء على صوره اعرف. قال لي نور كلمه نكره، فاش الف ولام ولا ضمير. العلم كلمه معرفه، في الف ولام، يبقى نكره زائد معرفه. قال لي مضاف اليه مجرور، يبقى ده تشبيه بليغ جاء على صوره المضاف والمضاف اليه. جميل قوي. او جاء على صوره الاضافه. نفس الكلام هنا، احذر ظلمات الجهل، شبهت ايه يا حبيبنا؟ شبهت الجهل بالظلمات، يبقى ده تشبيه بليغ، ركنين بس. جاء على صوره نفس الكلام، جاء على صوره الاضافه او المضاف والمضاف اليه. ليه؟ لما اجي اعرب نفس الكلام نكره زائد معرفه مضاف اليه مجرور. يبقى ده بالنسبه للتشبيه المفسر، 4 اركان، مجمل 3 اركان، بليغ ركنين، بالاربع اشكال بتاع التشبيه البليغ. ممكن يجي يقول لك التشبيه البليغ المشبه سبق من، المشبه به سبق من، مفيش اي مشكله. تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه اهو اول نوع من انواع التشبيه اللي هو التشبيه المفرد، المفصل والمجمل والبليغ. تعالى بقى نتكلم عن التشبيه المركب اللي هو نوعين، اللي هو التمثيلي والضمني. بكل بساطة حبايبنا التشبيه التمثيلي، التشبيه ايه؟ التشبيه التمثيلي. بعرف ازاي التشبيه التمثيلي؟ أول حاجة أنا بقول التشبيه التمثيلي بشبه جملة بجملة، مش كلمة بكلمة. يبقى هنا التشبيه التمثيلي أهو حالة بحالة، حالة بإيه يا حبايبنا؟ حالة بحالة. وفي الأغلب حالة بحالة من خلال أداة شبه، من خلال أداة إيه؟ شبه. يعني ايه؟ يعني انا عندي المشبه بيكون جمله مش كلمه، حاله، والمشبه به جمله حاله، والمشبه صريح والمشبه به صريح. تعال ندي مثال. قال تعالى الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله. جميل قوي. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لما يشاء. أنا هنا يا حبيبنا شبهت بإيه؟ هنا ما شبهتش كلمة بكلمة، أنا شبهت حال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ده كله مشبه، فالمشبه عنده جملة، وخلي بالك المشبه صريح. شبهتهم بإيه؟ قال شبهتهم بالحبة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يبقى ده بقول عليه مشبه به. يبقى المشبه جملة والمشبه به جملة من خلال أداة الشبه الكاف أو مثله، يبقى جملة بجملة حالة بحالة من خلال أداة الشبه بقول عليه تشبيه تمثيلي. تشبيه يا حبايبنا تشبيه تمثيلي. مثال تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هنا شبهت بإيه؟ قال لنا بكل بساطة شبهته حال المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم، ده مشبه. شبهتهم بإيه؟ قال شبهتهم بحالة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، مشبه به.
يبقى جملة بجملة، المشبه جملة، حالة، المشبه به حالة، من خلال أداة الشبه بقول عليه حبايبنا تشبيه تمثيلي. يبقى عندي التشبيه التمثيلي جملة بجملة من خلال أداة شبه، في الأغلب أداة شبه، تمام كده؟ والتشبيه التمثيلي المشبه صريح والمشبه به صريح. تعال كده نشوف قول الشاعر. قال الشاعر: الشاعر يقول: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. وهنا هشبه ايه يا حبيبنا؟ هنا يا مستر شبه لنا حالة القلوب إذا تنافر ودها، مشبه. شبهها بإيه؟ شبهها بحالة الزجاجة عندما تنكسر لا تجبر، ده مشبه به. يبقى عندي المشبه حالة صريح، المشبه به حالة صريحة برضو. يبقى المشبه لما بيكون حالة وصريح المشبه، والمشبه به حالة وصريح برضو، بقول عليه تشبيه تمثيلي. تشبيه يا شباب تمثيلي، وبيأكد لي ان انا عندي أداة ايه؟ أداة شبه. يبقى بكل بساطة انا عندي التشبيه التمثيلي جملة بجملة او حالة بحالة، المشبه صريح والمشبه به صريح، وفي الاغلب بيجي لي أداة شبه. بعد كده عندنا في حاجة اسمها آخر حاجة في أنواع التشبيه اللي هو التشبيه الضمني. التشبيه يا حبايبنا التشبيه الضمني. التشبيه الضمني النوع الثاني من التشبيه المركب. بس خلي بال حضرتك من حاجة، التشبيه التمثيلي المشبه صريح والمشبه به صريح جملة بجملة، ولكن التشبيه الضمني، قال التشبيه الضمني ده يا حبايبنا بقول عليه يفهم من مضمون، اسمه ضمني، يفهم من مضمون الكلام. يعني ايه مستر الكلام ده؟ يعني حبايبنا بكل بساطة المشبه مش بيكون صريح ولا المشبه بيه صريح، انا اللي بجتهد عشان اطلع المشبه وانا اللي بجتهد عشان اطلع المشبه بيه، واستحاله التشبيه الضمني يكون فيه اداه شبه. يبقى انا عندي فرق ازاي ما بين التمثيلي والضمني؟ قال التمثيلي جمله بجمله حاله بحاله من خلال اداه شبه، والتشبيه التمثيلي المشبه صريح والمشبه به صريح، ولكن التشبيه الضمني قال التشبيه الضمني حاله بحاله برضه، بس المشبه مش صريح انا اللي بطلعه، المشبه به مش صريح انا اللي بطلعه، الضمني ما عنديش اداه ايه؟ اداه شبه. تعال كده ندي مثال. الشاعر يقول: ليس كله، وخلي بالك من حاجه، التشبيه الضمني الامثله بتاعته مش كتير، تمام كده؟ هنا الشاعر يقول: ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. وبكل بساطه التشبيه الضمني لما انت بتبذل مجهود ومش عارف تطلع اي حاجه ولا عندك اداه شبه ولا اي حاجه وانت مغمض، قول عليه تشبيه ضمني. تمام. ليس كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هنا ده يا حبايبنا بقول عليه تشبيه ضمني. ليه؟ قال انا بجتهد عشان اطلع المشبه وانا بجتهد عشان اطلع المشبه بيه، وكمان التشبيه الضمني الجزء الثاني بيكون دليل على الكلام الاولاني والجزء الثاني بيكون حكمه للكلام الاولاني. فالشاعر بيقول ايه؟ ليس شبه ان مش كل حاجه الانسان المرء اللي هو انسان بيتمناها بيوصل لها. قال بالظبط زي السفينه وهي ماشيه في البحر حبايبنا، السفينه وهي ماشيه في البحر ممكن الرياح تغير اتجاه السفينه. فالشاعر يقول لنا: ليس كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. هنا انا اللي بجتهد عشان اطلع المشبه وبجتهد عشان اطلع المشبه بيه، ما عنديش اداه شبه، ده بقول عليه تشبيه ضمني. شبهت حال المرء اهو، حال المرء عندما يتمنى كل شيء لا يدركه مش بيوصل له. قال بالظبط زي السفينه وهي بتمشي في البحر الرياح بتغير اتجاهها فمش بتوصل اللي هي عايزاه، فبقول عليه تشبيه ضمني. مثال تاني، الشاعر يقول: تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. يعني الكلام ده شبه. هنا الشاعر شبه، انا بقوله شبه حال النفوس، انا اللي بقول في الوصول الى المعالي، انا اللي بترجمه، انا اللي بقول شبهت حال النفوس في الوصول الى المعالي، او شبهت هوان النفوس في الوصول الى المعالي بايه؟ قال لي بالظبط مثل، هل في مثل هنا؟ انا اللي طلعتها. قال بهوان المهر في الوصول الى المراه الحسناء الجميله المؤدبه. فانا عندي هنا بشبه حاله بحاله جمله بجمله، بس انا اللي بجتهد عشان اطلع المشبه، بجتهد عشان اطلع المشبه بيه، ده بقول عليه تشبيه
ضمني. تشبيه يا حبايبنا، تشبيه ضمني. طب تعالى كده نتكلم عن سر جمال التشبيه. سر الجمال يا حبايبنا التشبيه، عشان لو جالي في الامتحان حدد نوع التشبيه وحدد سر جماله. عندي سر جمال التشبيه 3 حاجات: 1 التشخيص، 2 التجسيم او التجسيد سواء بالميم او الدال، 3 واخر حاجه عندي التوضيح. طب امتى بعرف ان سر الجمال عندي هنا تشخيص او تجسيم او توضيح؟ قال بكل بساطه، التشخيص لما بشبه غير عاقل بعقل. يعني نقول مثلا الكتاب صديق. الكتاب يا حبايبنا صديق. الكتاب مشبه، شبهت الكتاب بالصديق مشبه به. قال الكتاب هنا غير عاقل والصديق عاقل، فلما يجي لي المشبه غير عاقل والمشبه به عاقل، يبقى غير عاقل بعاقل بقول عليه تشخيص. جميل. طب التجسيم، قال التجسيم بكل بساطه لما بشبه معنوي بمادي. معنوي ايه؟ معنوي بمادي. يعني لما اقول مثلا العلم نور، شبهت العلم بالايه؟ بالنور، يبقى ده مشبه ومشبه به. لما يكون المشبه معنوي والمشبه به مادي، سر جماله بقول التجسيم او التجسيد. طب يعني معنوي؟ قال معنوي شيء ما ينفعش امسكه او اشوفه. طب المادي؟ قال المادي شيء امسكه او اشوفه. قال النور اشوف النور. تمام كده؟ تمام. يبقى انا عندي التجسيم او التجسيد معنوي بايه؟ معنوي بمادي. طب التوضيح بكل بساطه عشان ما لخبطكش، اي حاجه غير الاثنين دول توضيح. يعني انا احفظ غير عاقل بعاقل وافهم غير عاقل بعاقل تشخيص. معنوي بمادي تجسيم. طب لو جالي معنوي بمعنوي، معنوي بايه؟ معنوي بمعنوي. لما يجي يقول لي مثلا السلام امل، السلام حلم، السلام ده شيء معنوي ما امسكوش ولا اشوفه، والامل نفس الكلام شيء معنوي، يبقى معنوي بمعنوي توضيح. طب مادي بمادي، لما اقول البنت كالمرآة او البنت قمر، يبقى انا عندي هنا مادي بمادي، فده بقول عليه توضيح. طب لو جالي هنا بقول غير عاقل بعاقل تشخيص. طب لو جالي عاقل بغير عاقل، بغير ايه؟ بغير عاقل. لما يجي يقول لي المعلم صخرة، شبهت المعلم بالايه؟ بالصخرة، بس هنا المعلم عاقل، الصخرة غير عاقل. خلي بالك اوعى تقول لي تشخيص، ليه؟ قال التشخيص غير عاقل بعاقل. لذلك انا بقول لك علشان ما تتلخبطش اعرف الاثنين دول، واي حاجه غيرهم قول عليها توضيح. يعني لما يكون المشبه غير عاقل والمشبه به عاقل، يبقى غير عاقل بعاقل تشخيص، معنوي بمادي تجسيم. اي حاجه تانية بقول عليها ايه؟ بقول عليها توضيح. ده بالنسبه حبايبنا اللي هو التشبيه. تعال بعد كده نتكلم عن الاستعاره. يعني يا حبايبنا الاستعاره ده مهم بالنسبه لطالب الثانيه ثانوي. اولى ثانوي باذن الله الاستعاره عندك، بس لسه عندك في الشهر ايه؟ في الشهر اللي جاي. اعرف بس ايه اختصار. يعني الاستعاره حبيبنا، الاستعاره بكل بساطه تشبيه بليغ. تشبيه يا حبيبنا تشبيه بليغ، حذف منه احد ركنيه، حذف منه احد ركنيه مع وجود قرينه تدل على المحذوف. يعني الكلام ده، يعني انا بكل بساطه حبايبنا الاستعاره بقول عليه تشبيه بليغ. هو التشبيه البليغ عباره عن مشبه مشبه به حذف منه احد ركنيه. عندي الاستعاره بيكون عندي ركن واحد المشبه في الجمله والمشبه به محذوف، او المشبه به موجود والمشبه محذوف. لذلك بقول تشبيه بليغ حذف منه احد ركنيه مع وجود قرينه صفه. قرينه دي اللي هي ايه؟ صفه تدل على المحذوف. وعندي الاستعاره حبايبنا نوعين، لا اما استعاره مكنيه لا اما استعاره تصريحيه. بكل بساطه كده، يعني استعاره مكنيه ويعني استعاره تصريحيه. الاستعاره مكنيه حذف المشبه به. حذف المشبه ايه؟ به. يعني لو المشبه به محذوف بقول عليه استعاره مكنيه. اديني مثال. لما اقول مثلا القلم يبتسم، القلم ايه يا حبيبنا؟ يبتسم. اسال نفسي ده تعبير خيالي، هو القلم بيبتسم؟ لا. شبهت بايه؟ قال شبهت القلم بإنسان. عرفت منين هنا المحذوف؟ الإنسان. قال لي هنا مع وجود صفة أو قرينة تدل على المحذوف.
فكلمه يبتسم قالت لي خلي بالك المحذوف هنا انسان، شبهت القلم بانسان يبتسم، شبهت القلم بانسان يبتسم. قال لي انا عندي في المثال هنا القلم يبتسم يبقى القلم مشبه، شبهت القلم بانسان يبقى ده مشبه به. ايه اللي محذوف؟ قال لي مشبه به. اذا حذف المشبه به اسمها استعاره مكنيه. صعب؟ لا تمام. طب الاستعاره التصريحيه، قال لي الاستعاره التصريحيه بكل بساطه حذف المشبه. حذف الايه؟ المشبه. لما اقول قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله ايه؟ جميعا. وهنا حبل الله، حبل. خلي بالك في الاغلب في الامتحان لما يجي لك كلمه واحده، كلمه يقول لك اللون البياني، في الاغلب بتكون استعاره تصريحيه. اما اقول واعتصموا بحبل الله، ايه المقصود؟ اي اعتصموا بدين الله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى شبه الدين بالحبل. في المشبه الدين، شبهت الدين بالحبل. المحذوف المشبه. اذا حذف المشبه اسمها استعاره تصريحيه. اسمها استعاره يا حبيبنا تصريحيه. وعندنا سر جمال، سر جمال الاستعاره. سر جمال ايه؟ الاستعاره. قال سر جمال الاستعاره بيساوي سر جمال التشبيه، اللي هو عندي التشخيص غير عاقل بعاقل، التجسيم معنوي مادي، اي حاجه تانية بقول عليها توضيح. ده بالنسبه للجزئيتين اللي هو في علم البيان كنت عايز ايه انوه عليهم. عندنا العلم الثاني، العلم الثاني من علوم البلاغه، عندي في حاجه اسمها حبايبنا علم البديع. يعني علم البديع؟ قال بكل بساطه علم البديع هو العلم، هو ايه يا حبايبنا؟ العلم الذي يهتم. طب العلم ده بيهتم بايه؟ قال هو العلم الذي يهتم بتحسين الكلام. العلم الذي يهتم بتحسين الكلام او تزيين الكلام. لذلك انا عندي علم البديع ده بقول عليه يا حبايبنا المحسنات البديعيه. المحسنات ايه؟ البديعيه. يعني سؤال بيجي لي ازاي في الامتحان؟ بيقول لي بين اللون البديعي او بين المحسن البديعي. فانا بعرف ان انا عندي المحسنات البديعيه دي نوعين. عندي محسنات بديعيه لفظيه، وعندي محسنات بديعيه معنويه. والمحسنات البديعيه اللفظيه قال لي عندي حاجه اسمها الجناس، عندي حاجه اسمها التصريع، عندي حاجه اسمها السجع، عندي حاجه اسمها حسن التقسيم، عندي حاجه اسمها الازدواج. دول 5 بقول عليهم محسنات بديعيه لفظيه. طب المحسنات البديعيه المعنويه عندنا الطباق والمقابله، وعندنا التوريه، وعندنا الالتفات، وعندنا مراعاة النظير. انت حضرتك كطالب في اولى ثانوي انت مطالب بالطباق والمقابله. التوريه والالتفات ومراعاه النظير ده مقرر على ثانيه ثانوي، وفي الاغلب في الامتحان مش بيجي كتير ولا الالتفات ولا مراعاه النظير. تعال نتكلم عن جزئيه جزئيه. نبدا بالمحسنات المعنويه عشان بتيجي كتير. المحسنات المعنويه قلنا اول حاجه عندنا الطباق، المقابله، التوريه. تعال نتكلم عن الثلاثه دول. يبقى عندنا المحسنات البديعيه المعنويه، اول حاجه حبايبنا عندنا الطباق. يعني الطباق، قال الطباق بكل بساطه بيساوي التضاد بتاع اعدادي، اللي انا بقول كلمه عكس كلمه. يبقى لما يجي لي كلمه عكس كلمه بقول عليه، في اعدادي كنا بنقول عليه تضاد، كبرنا شويه بقينا نقول عليه طباق، بنقول عليه طباق. يبقى كلمه عكس كلمه طباق. بس خلي بال حضرتك من حاجه، الطباق ده نوعين، عندي طباق ايجاب وعندنا حاجه اسمها طباق سلب. يعني طباق ايجاب وطباق سلب. خلاص احنا قلنا الطباق كلمه عكس كلمه. كلمه عكس ايه؟ كلمه. قال لي كلمه عكس كلمه من خلال اداه نفي او نهي بقول عليه طباق سلب. يعني لما اجي اقول مثلا يفهم عكسها لا يفهم، يبقى كلمه عكس الكلمه من خلال اداه نفي طباق سلب. لما اجي اقول قل عكسها لا تقل، كلمة عكس الكلمة من خلال أداة نهي بقول عليها طباق سلبي. يبقى كلمة عكس كلمة من خلال أداة نفي أو أداة نهي بقول عليه طباق إيه؟ طباق سلبي. طب لو جالي كلمة عكس كلمة، كلمة عكس إيه؟ كلمة من غير أداة نفي ولا نهي، ده بقول عليه طباق إيجاب. طباق إيه يا حبايبنا؟ طباق إيجاب. زي إيه؟
لما اقول مثلا عالم عكسه جاهل. تمام كده؟ لما اقول مثلا غافل عكسها منتبه. يبقى لو جالي كلمه عكس كلمه من خلال اداه نفي او اداه نهي اسمه طباق سلب. طب كلمه عكس كلمه من غير اداه نفي ولا اداه نهي طباق ايجاب. طباق ايه يا حبايبنا؟ طباق ايجاب. طب تعالى كده نشوف المقابله. قال المقابله بكل بساطه، انا قلت الطباق كلمه عكس كلمه. قال المقابله مش كلمه بقى، المقابله اكثر من كلمه. اكثر من ايه يا حبايبنا؟ كلمه. عكس اكثر من كلمه. زي ما انتم بتقولوا جمله عكس جمله، جمله عكس ايه؟ جمله. ولكن هنا اكثر من كلمه عكس اكثر من كلمه، بقول عليه مقابله. لما اقول مثلا قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. تعالى كده بص كده، يجي يقول لي حدد المحسن البديعي في قوله تعالى ده كله. انا عندي يضحك عكس يبكي، قليل عكسه كثير، يبقى اكثر من كلمه عكس اكثر من كلمه بقول عليها مقابله. بقول عليها حبايبنا مقابله. صعب الكلام ده؟ الكلام ده صعب؟ تمام كده؟ تمام. زي ما مثلا يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. يحل عكسها يحرم، لهم عكسها عليه، الطيبات عكسها الخبائث. اكثر من كلمه عكس اكثر من كلمه بقول عليه مقابله. طب لو جه قال لي سر جمال الطباق وسر جمال المقابله، هو سر جمال التضاد اللي هو توضيح او تاكيد او تقويه او ابراز المعنى. ممكن يجي يرخم عليا شويه يقول لي بين المحسن البديع الذي يؤكد المعنى، يعني الطباق او المقابله، الذي يبرز المعنى يقوي المعنى، الطباق او المقابله. يبقى الطباق من المحسنات المعنويه كلمه عكس كلمه، المقابله جمله عكس جمله او اكثر من كلمه عكس اكثر من كلمه. بعد كده عندنا حبايبنا حاجه اسمها التوريه. التوريه اي التوريه بكل بساطه كلمه لها معنيان. كلمه لها يا حبايبنا معنيان. معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد وهو المقصود. طب ندي امثله كده بالراحه. عندي كلمه زي ذهب. قال لي ذهب ليها معنيين، ذهب بمعنى ذهب مشي، وذهب اللي هو الذهب، يبقى كلمه ليها معنيين، ده بقول عليها توريه. لما اقول مثلا كلمه زي الصدى لها معنيين، فانا عندي الصدى ممكن تكون الصدى بمعنى الظمأ العطش، او الصدى صدى الصوت، او ممكن الصدى يجي لي بمعنى يا حبيبنا الصدى قال لي لا اما صدى الصوت، لا اما الصدى اللي هو صدى الحديد، لا اما الصدى اللي هو الظمأ، فده بقول عليه توريه. طب تعالى كده نشوف قول الشاعر. الشاعر بيقول ايه؟ قال حافظ. قال مين؟ حافظ. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوقي اليوم أصبح باردا. حافظ بيقول كده، بيقول يقولون إن الشوق في اللغة حبايبنا بمعنى الحب، الاشتياق، يعني الشوق بقول أنا بشتاق إلى كذا. يقولون إن الشوق يبقى الشوق هنا بمعنى الحب. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال مين؟ شوقي. قال لي شوقي هنا لها معنى. شوقي بمعنى حبي واشتياقي، ولكن هنا ده المعنى القريب، ولكن المعنى البعيد اللي هو المقصود اللي هو شوق الشاعر أحمد شوقي. يعني أحمد مين؟ أحمد شوقي. فهو بيشتمه، يقول حافظ إبراهيم في ذم شوقي. يقولون إن الشوق نار ولوعة، فما بال شوق اليوم أصبح باردا. فبقول له شوقي أنت إيه؟ أنت بارد. شوقي يسكت؟ لا، يقول شوقي في ذم حافظ، أو يقول شوقي. فشوقي بيقول إيه؟ بيقول حملت إنسانا وكلبا أمانة، ركزوا معايا كده، فضيعها الإنسان والكلب حافظ. فأقول إيه؟ بقول أنا حملت إنسان وكلب أمانة، اديت إنسان أمانة وكلب أمانة، فضيعها مين؟ الإنسان، والكلب حافظ. حافظ لها معنيين، حافظ بمعنى حافظ الأمانة، وأنا حافظ بمعنى حافظ إبراهيم اللي هو الشاعر، المعنى التاني. فهنا حافظ بيقول له يا شوقي أنت بارد، راح شوقي قال له يا حافظ أنت كلب. فده بقول عليه تورية، كلمة ليها معنيين، معنى قريب ومعنى
بعيد. تمام كده حبايبنا؟ تمام. بعد كده من المحسنات المعنويه عندنا حاجه اسمها الالتفات، وده وجودها في الامتحانات قليل جدا، وحاجه اسمها مراعاه النظير. يعني ايه التفات ومراعاه النظير؟ بكل بساطه حبايبنا الالتفات اللي هو من ضمير الى ضمير. يعني ايه من ضمير الى ضمير؟ يعني المتكلم بيتكلم عن حد معين بس بيبدا ينتقل من ضمير الى ضمير. طب ده ليه؟ قال من باب جذب الانتباه. يعني مثلا لما اجي اقول مثلا الشاعر بيقول ايه؟ سئمت تكاليف الحياه، فهنا بيستخدم ضمير ايه؟ المتكلم. هو الشاعر بيتكلم عن نفسه، سئمت انا او سئمت، ضمير ده اسمه ضمير متكلم. سئمت تكاليف الحياه. بص بعدها بقول ايه؟ ومن يعش، ومن ايه؟ ومن يعش 80 حولا لا ابا لك يسأل. وهنا عمل ايه؟ هنا بقول سئمته، هو الشاعر بيتكلم عن نفسه. ومن يعش 80 حولا، ومين اللي عاش 80 حولا؟ اللي هو الشاعر برضه. بس هنا عمل التفات من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب، الى ضمير ايه يا حبيبنا؟ الغائب. فده بقول عليه التفات، اللي هو المتكلم الشخص نفسه بيلتفت من ضمير الى ضمير. زي مثلا قول الله تعالى واستغفروا ربكم، ده ضمير متكلم. ثم توبوا اليه. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان ربي. الاصل انا استخدمت ضمير متكلم فقول ان ربكم، لا، قال ختم الله سبحانه وتعالى الايه ان ربي. ده اسمه التفات. التفات من ضمير المخاطب الى ضمير المتكلم، فده بقول عليه حبيبنا التفات، وده وروده في الامتحانات قليل. مراعاه النظير. المراعاه النظير دايما كلام بيجي مع بعضه، ورقه وقلم. مع كده لما اقول مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الكلام اللي دايما بيجي مع بعض السماء والانجم. تمام كده؟ الكلام اللي دايما بيجي مع بعض ده بقول عليه ايه؟ مراعاة نظير. مراعاة ايه؟ نظير. ودول الخمس حاجات اللي هم المحسنات المعنوية. تعالى بقى كده نتكلم عن المحسنات اللفظية. عندنا أول حاجة حبايبنا في المحسنات اللفظية حاجة اسمها التصريع. يعني ايه التصريع يا حبايبنا؟ التصريع بكل بساطة اللي هو اتفاق نهاية شطري البيت الأول في الشعر. يبقى تاني كده؟ تاني. يعني التصريع اتفاق نهاية شطري البيت الأول في الشعر. مش فاهم يعني إيه؟ أنا عندي ده كده كده، ده بقول عليه بيت شعر، بقول عليه يا حبيبنا بيت شعر. ده كده بقول عليه شطر أول اللي هو جزء أول، وده بقول عليه الشطر الثاني اللي هو الجزء الإيه؟ الثاني. التصريع بقى اللي هو إيه؟ اللي هو آخر حرف في هنا زي آخر حرف هنا، وده ما يجيش غير في البيت الأول بس. يبقى التصريع ما يجيش غير في الشعر، ما يجيش غير في البيت الاول اللي هو ايه؟ اخر حرف هنا زي اخر حرف هنا. اديني مثال. عنترة بن شداد يقول سكت فغر اعدائي السكوت. بس كده؟ ده الشطر الاول. وظنوني لاهلي قد نسيت. بس كده؟ آخر حرف في الشطر الأول سكوت زي آخر حرف في الشطر الثاني نسيته. فاتفاق نهاية شطري البيت الأول بقول عليه تصريع. زي لما نقول مثلا قول الشاعر دع الأيام تفعل ما تشاء. الشطر الأول. وطب نفسا إذا حكم القضاء. بس كده؟ دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. يبقى اتفاق نهاية شطري البيت الأول آخر حرف هنا زي آخر حرف هنا، ده بقول عليه حبيبنا، ده بقول عليه تصريح. بقول عليه حبيبنا، بقول عليه تصريح. صعب الكلام ده؟ وده ما يجيش غير في الشعر في البيت الأول. قال اللي شبهه بالظبط كده عندي حاجة اسمها السجع. بس خلي بالكم من حاجة،
انا بقول التصريع بيجي فين؟ قال ما بيجيش غير في الشعر في البيت الاول. طب السجع، قال السجع يا حبايبنا اتفاق نهايه الفواصل. اتفاق نهايه الايه؟ الفواصل، بس ده في النثر. ده ايه؟ في النثر. وده مش شرط يجي في السطر الاول ولا الثاني، يجي في اي حته في النثر. يجي في اي حته فين؟ في النثر. يعني اما اجي اقول مثلا بص كده، من عاش مات، ومن مات فات. بص كده، وكل ما هو آت آت. بص هنا، لاحظ معايا كده، من عاش مات، من مات فات، اتفاق نهاية الفواصل اهو. وكل ما هو آت آت. آخر حرف هنا في النثر فين؟ في النثر بقول عليه سجع. وده في أي حتة في النثر، في النص النثري. ولكن التصريع ما يجريش غير في البيت الأول، وآخر حرف هنا زي آخر حرف هنا. تمام كده يا حبيبنا؟ كده تمام؟ لما أقول مثلا ألن جانبك لقومك إيه يحبوك، بس كده، وتواضع لهم إيه يرفعوك. بص، ألن جانبك لقومك يحبوك، تواضع لهم يرفعوك. تمام؟ يبقى اتفاق نهاية الفواصل في النثر بقول عليه سجع، بقول عليه حبايبنا سجع. جميل. عندي في حاجة اسمها في المحسنات اللفظية حاجة اسمها حسن التقسيم. يعني ايه حسن التقسيم يا حبايبنا؟ الحسن التقسيم بكل بساطة تساوي الجمل في النثر. تساوي الجمل فين؟ لا خلي بالك، خلي بالك، اوعى تتلخبط ما بين حسن التقسيم والازدواج. حسن التقسيم تساوي الجمل بس فين؟ في الشعر. لما يكون الجمل متساوية في البيت الشعري بقول عليه حسن ايه؟ تقسيم. اديني مثال. لما اجي اقول قول الشاعر متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. بص كده ركز معايا، انا بقول بص كده متفرد بصبابتي كلمتين، متفرد بكآبتي كلمتين. انا عملت كده عشان يكون الجزء ده قد الجزء ده، ده في الشعر. متفرد بعنائي يبقى تساوي الجمل في الشعر اسمه حسن تقسيم. متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي، تساوي الجمل في الشعر اسمه حسن تقسيم. زي لما اجي اقول مثلا قول الشاعر الدين يسر، بس كده كلمتين، والامر شورى. والامر يا حبيبنا شورى. والخلافة بيعة. والحقوق قضاء. هتلاقي هنا الجمل متساوية، وتساوي الجمل في الشعر بنقول عليه حسن تقسيم. الدين يسر، الأمر شورى، الخلافة بيعة، الحقوق قضاء. تساوي الجمل في الشعر حسن تقسيم. قال في شبهه بس في النثر اللي هو الازدواج. الازدواج تساوي الجمل فين بقى؟ التساوي الجمل في النثر. يبقى حسن التقسيم تساوي الجمل بس فين؟ في الشعر. طب تساوي الجمل في النثر لما الجمل تكون متساويه في النثر، قال بقول عليه ازدواج. زي المثال اللي سألينه فوق، من عاش مات، ومن مات فات. يقول لك بين المحسن البديعي في هذا الكلام. من عاش مات، بص كده، من عاش مات، من مات فات، تساوي الجمل، 3 كلمات 3 كلمات، ده بقول عليه ازدواج. ده محسن لفظي. في تاني ما احنا لسه قايلين مات فات اتفاق نهايه الفواصل اسمه سجع. ايه ده؟ هو ممكن يجي لي اكتر من محسن بديعي؟ عادي. طب بص كده المحسن المعنوي اللي جاي، عاش عكسها مات، طباق. معايا كده حبايبنا؟ كده تمام؟ تمام. يبقى انا عندي هنا تصريع، سجع، حسن تقسيم، ازدواج. اخر حاجه في المحسنات اللفظيه عندي حاجه اسمها الجناس. والجناس يعني التشابه. وقال الجناس ده حبايبنا نوعين، لا اما جناس تام لا اما جناس ناقص.
يعني انا مستر بعد اذنك جنس تام، يعني حبيبنا كلمتين زي بعض بالظبط، التشكيل واحد، عدد الحروف واحد، الترتيب واحد، ولكن مع اختلاف المعنى. ازاي؟ اديني مثال. تعال كده اقول لك. لما اجي اقول صليت المغرب في المغرب، بص كده ركز معايا. صليت المغرب فين؟ في المغرب. انا عندي المغرب والمغرب، عدد الحروف واحد والترتيب واحد والتشكيل واحد، بس انا صليت المغرب اللي هي صلاة المغرب، في المغرب اللي هي دولة المغرب أو توقيت المغرب. كلمتين زي بعض مع اختلاف المعنى اسمه جناس تام، اسمه جناس تام. قول الشاعر: وسلى مصر هل سلى القلب عنها. قال أنا عندي ناحية بنبص كده، سلى سلى، الاتنين عدد الحروف والتشكيل والترتيب واحد، بس هنا الكلمتين في اللفظ واحد بس المعنى لازم يكون مختلف. سلى بمعنى اسأل مصر، الأولى سلى مصر يعني اسأل مصر، هل سلى هل نسي. يبقى كلمتين زي بعض مع اختلاف المعنى بقول عليه جناس تام. جناس ايه؟ تام. يبقى احنا كده حبايبنا قلنا احنا عندنا الجناس نوعين، جناس تام وجناس ناقص. قلنا الجناس التام كلمتين زي بعض بالظبط مع اختلاف المعنى. طب الجناس الناقص، قلنا الجناس الناقص ممكن يكون مع اختلاف المعنى طبعا، ممكن يكون في اختلاف في التشكيل يا حبايبنا، زي ما نقول مثلا عبره، ولو جالي في الامتحان التشكيل لازم يشكل لي، يبقى هنا ده بقول عليه جناس ناقص. طب عرفت منين؟ قال لي هنا عين باء راء تاء، هنا نفس الكلام بس هنا الاختلاف، قال لي هنا كسره وهنا فتحه، فبقول عليه جناس ناقص. طب هنا الاختلاف فين؟ مع المعنى طبعا، قال لي الاختلاف هنا في التشكيل، فده بقول عليه جناس ناقص. جميل. طب لما اقول مثلا خير وخيل، قال هنا الكلمتين زي بعض، بص كده الخاء والياء وهنا الخاء والياء، الاختلاف فين؟ قال الاختلاف هنا في راء وهنا لام، فده بقول عليه جناس ناقص. قال لي في ايه؟ قال لي في نوع الحرف، اللي هو في اختلاف في حرف واحد، نوع يا حبيبنا الحرف. جميل قوي. طب لما اجي اقول مثلا صفائح صحائف، قال لي هنا صاد صاد فاء، بص كده خلي بالك، بص الفاء هنا رقم 2، الفاء هنا اخر حاجه، هتلاقي بعد كده الحروف واحده. قال ده بقول عليه جناس ناقص، الاختلاف في الترتيب. الاختلاف فين يا حبيبنا؟ في الترتيب. قال عندي اخر حاجه، اخر حاجه في الجناس الناقص اللي هو يكون اختلاف في عدد الحروف، زي ما نقول مثلا الجوا والجوانح، بص كده الجوا الجوا، هنا في زياده بقى في عدد الحروف، النون والحاء، الجوانح، فده بقول عليه زياده في عدد الحروف، زياده في عدد حبايبنا الحروف. فده بالنسبه للمحسنات اللفظيه اللي هو التصريع، السجع، حسن التقسيم، الازدواج، الجناس. خلي بال حضرتك من حاجه، انا عندي الجناس بيجي لي في الاثنين، بيجي لي في الشعر والنثر، ولكن التصريع وحسن التقسيم ما يجيش الا في الشعر. السجع والازدواج ما يجيش غير في النثر. طب لو جالي في الامتحان يا مستر سر جمال المحسنات اللفظيه اللي هم الخمسه، اللي هو ايه؟ التصريع، السجع، حسن التقسيم، الازدواج، الجناس، قال لي الخمسه دول سر الجمال، تعطي جرسا موسيقيا تطرب له ايه؟ تطرب له الاذن. ده بالنسبه حبايبنا لعلم البديع. اخر حاجه نتكلم فيها اللي هو حبايبنا علم المعاني، بكل بساطه اللي احنا عايزين نعرفه في اول شهر بس. يعني علم المعاني، العلم المعاني هو العلم الذي يهتم بالاساليب او التراكيب. هنا اللي انا عايز اعرفه هنا اللي احنا نحدد مع بعض نوع الاسلوب عندنا في اللغه العربيه. عندنا الاسلوب لا اما بقول عليه اسلوب خبري، لا اما بقول عليه اسلوب انشائي، لا اما بقول عليه اسلوب خبري لفظا، انشائي معنى، خبري لفظا، انشائي حبايبنا معنى. طب تعالى كده واحده واحده علشان نركز مع بعض. قال الاسلوب الخبري والانشائي والخبر لفظ انشاء معنى، قال لي تعالى كده الاول نبدا بالانشائي. قال لي انا عندي الانشائي ده نوعين، لا اما انشائي طلبي، لا اما انشائي غير طلبي. يعني ممكن يجي لي في الامتحان يقول لي حدد نوع الاسلوب، حدد نوع ايه الاسلوب، هل هو خبري، انشائي طلبي، انشائي غير طلبي، خبر لفظ انشاء معنى. اول حاجه يعني بتروح لها روح للانشاء الطلبي والغير الطلبي. يعني الانشاء الطلبي، الانشاء الطلبي حبايبنا عندنا اللي هو اسلوب الامر، ده بقول عليه انشاء طلبي. اسلوب النهي بقول عليه انشاء طلبي. اسلوب الاستفهام، الاستفهام هل فعلت الخير، انشاء طلبي. عندي اسلوب التمني، التمني بليته، التمني بليته، انشاء طلبي. عندي الترجي، بس خلي بال حضرتك من حاجه، الترجي بلعل، انشاء طلبي.
من عند الانشاء الطلبي امر، افعل، ذاكر، اهتم، تمام كده. نهي، لا تضيع وقتك، لا تكذب. الاستفهام، هل انت بخير؟ التمني، ليت الشباب يعود يوما. الترجي، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فانا عندي الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي او الرجاء بلعل، ده بقول عليه انشائي طلبي. جميل. طب الانشاء غير طلبي، قال لي الانشاء غير طلبي عندي القسم، فلما يجي لي في الجمله قسم انشاء غير طلبي. عندي يا حبايبنا المدح والذم، عندنا المدح والذم، نعمه وبئس، حبذا لا حبذا، انشاء طلبي. عندنا كامل خبريه، كامل خبريه، انشاء غير طلبي. عندنا ايه تاني؟ عندنا اسلوب التعجب، لما اقول ما اجمل السماء، انشاء طلبي. عندنا اخر حاجه الترجي، بس خلي بال حضرتك من حاجه، الترجي ب عسى، حرى، اخلولق، عسى، حرى، اخلولق، فده بقول عليه انشائي غير طلبي. يبقى الانشاء الطلبي امر، نهي، استفهام، تمني بليته، الترجي بالعله. انشاء غير طلبي القسم، المدح والذم، كامل خبريه، اسلوب التعجب، الترجي بعسى، حرى، اخلولق. اي حاجه غير دول بقول عليه اسلوب خبري. يعني لما اقول مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني، هل هنا في امر او نهي او استفهام او نداء او تمني او قسم؟ قال لي لا، طالما ما فيهوش حاجه من الانشاء بقول عليه اسلوب خبري. اسلوب يا حبايبنا خبري. جميل. طب يعني خبري لفظ انشاء معنى، جمع بين الاثنين. الخبري لفظا يعني اللفظ بتاعه ما فيهوش حاجه من دول. انشائي معنى، يعني معناه بيدل على الانشاء، يعني معناه الدعاء. مش فاهم؟ تعالى كده اقول لك. لما اجي اقول انت بتعمل لي حاجه خير مثلا، فبقول لك جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. قال لي هنا في امر او نهي او استفهام او نداء او تمني او قسم؟ قال لي لا. قال لي بس ده كلام عادي، فبقول عليه خبري لفظا، ما فيهوش حاجه من دول، بس معناه الدعاء. فلما يكون كلام عادي معناه الدعاء، سواء دعاء ليك او عليك، جزاك الله خيرا، يبقى ده بقول عليه خبري لفظا انشاء معنى، يعني ربنا يجزيك خير. طب لما اجي اقول الله متخير لك، كلام عادي معناه الدعاء، يبقى خبري لفظا انشائي معنى، خبري لفظا انشائي معنى. تمام كده يا شباب؟ كده تمام؟ كله زي الفل كده. يبقى انا عندي الانشائي، اعرف الانشاء الطلبي وانشاء غير طلبي. من ضمن الانشاء الطلبي عندي النداء، اوعى تنساه، يبقى الامر والنهي، الاستفهام، النداء، التمني بليته، تمني بايه؟ بليته. وعندي الترجي بلعل انشاء طلبي. وعندي القسم، المدح والذم، كامل خبريه، اسلوب التعجب، الترجي بعسى، حرى، خلولقه، ده انشاء غير طلبي. الخبر لفظ انشاء معنى، كلام عادي غرض الدعاء، فبقول عليه خبري لفظا انشاء معنى. زي لما نقول مثلا لعنه الله على فلان، ربنا يلعنه، ثقلتك امك، يبقى الكلام عادي غرض الدعاء، ده بقول عليه حبايبنا خبري لفظا انشائي معنى. ودي كانت مراجعه على اهم الاسئله اللي انتوا باذن الله هتخش الامتحان هتتلاقوها. فان شاء الله احنا معاكم طول السنه، معاكم في مراجعه نص المنهج، معاكم في مراجعه المنهج كله، معاكم في مراجعات ليله الامتحان. تابعونا وشاركوا الفيديوهات اللي بتنزل علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.